مساء الخير أستاذ فراس. أستاذ عادل، حياك الله، يسعد مساك. مساء الخير لك وللمستمعين جميعا والمتابعين. حياك الله. والله لو تضعنا بأهم عناوين الأخبار في الأسبوع الماضي. تمام إن شاء الله، سنبدأ إن شاء الله بالأخبار من الداخل. الجيشين التركي والوطني يكثفان من قصفهما المدفعي على مواقع نقاط ميليشيا قسد في مناطق شمال وشرق سوريا. نعم. مقتل عنصر من النظام بانفجار لغم أرضي قرب حقل الرملة بريف الرقة الجنوبي شرق سوريا. مقتل 3 عناصر للنظام بعد استهداف سيارتهم من قبل مسلحين مجهولين على أطراف السخنة بريف حمص. التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش شمال سوريا. الميليشيات الإيرانية وقوات النظام تدفعان بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي. مقتل نحو 96 شخصا خلال نعم. شهر في محافظة درعا بظروف مختلفة. إصابة 4 أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا بكيكي بريف تل تمر شمال مدينة الحسكة. قوات سوريا الديمقراطية قسد توقف رواتب وإجازات قوات الكومندس التابعة لها حتى إشعار آخر. منسقو استجابة سوريا يؤكد أن تراجع الاستجابة الإنسانية يرفع معدلات الفقر شمال غرب سوريا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 196 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الثاني، بينهم 11 طفلا و3 سيدات. نعم. إلى الأخبار الدولية. أردوغان يعلن أن بلاده ستكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومتر على الحدود مع سوريا. وزير الدفاع التركي يؤكد أن العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا لا تشكل تهديدا لأحد. الأمم المتحدة تدعو إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يعلن أنه يحتاج لأكثر من 209 ملايين دولار لاستجابة الشتاء في شمال غرب سوريا. نعم. الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات على حدوده مع سوريا وضبط كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون. سويسرا تتبرع ب 42 مليون دولار لمنظمة الأونروا لمساعدة لاجئين فلسطينيين في سوريا ولبنان. كندا تبدي استعدادها لإعادة 19 امرأة وطفل كنديين متواجدين في مخيمات بشمال شرق سوريا. مقتل طفل وإصابة 2 آخران بانفجار لغم أثناء لعبهما أمام منزلهما قرب الحدود السورية في شمال لبنان. نعم. في خطوة هي الأولى، السويد تسلم تركيا مطلوبا مدانا بالانتماء إلى تنظيم بيكيكي. وفي خبرنا الأخير، البحرية الأمريكية تفرج عن ناقلة نفط سورية بعد أن احتجزتها لعدة أشهر، والناقلة تصل إلى ميناء بانياس. نأتي الآن أستاذ فراس إلى الأخبار السوريين في دول اللجوء، نعم. حيث عددنا يعني عددا من الأخبار المهمة بالنسبة للاجئين. نبدأها من نعم. تركيا، حيث أكد الناشط السوري أحمد قطيع أن إدارة الهجرة التركية اتخذت إجراءات جديدة تخص اللاجئين السوريين في تركيا، تتعلق بعناوين السكن واشتراك الكهرباء وغيرها من الإجراءات. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة على اللاجئ السوري أنه تفرض على اللاجئ السوري أنه كان سوريا أو من غير دولة أنه يجب أن ينظم عقد الإيجار عند النوتر بحضور صاحب المنزل وأوراق الطابو، مشيرا إلى أن هذه نعم. الإجراءات مختلفة عما كانت عليه في السابق. كما يجب على المستأجر بعد أن يقوم بالإجراءات السابقة بالذهاب إلى دائرة الهجرة لتثبيت عنوانه أو تعديله، ويجب عليه أن يصطحب معه العقد ورقم البلدية وصورة عن فاتورة الغاز وفاتورة المياه، بينما لم تعد تصلح فاتورة الكهرباء لتسجيل قيد السكن. نعم. وبحسب القطيع فإن دائرة الكهرباء تلقت تعليمات جديدة تنص على عدم فتح عداد الكهرباء لأي أجنبي يقيم في تركيا حتى يثبت نفوسه ويعدل عنوانه في دائرة الهجرة. ونبقى في تركيا، حيث أصبحت دولة الاندماج في تركيا من أهم الأمور التي تطالب الحكومة التركية السوريين بها، فيما بدأت بعض الدوائر الرسمية التركية باشتراط توفر هذه الشهادة لتسيير معاملات اللاجئين فيها. وأكدت دائرة الهجرة التركية على لسان مسؤوليها بضرورة حضور دولة الاندماج، حيث قال غوتشا أوك المدير العام للاندماج والتواصل في الهجرة التركية بضرورة تعلم اللغة التركية من قبل السوريين، وهذا جزء رئيسي في عملية الاندماج المجتمعية التي تطالب بها الحكومة التركية. كما أرسلت دائرة الهجرة العامة رسائل نصية إلى اللاجئين في تركيا قائلة ستكسبون من برنامج الاندماج الاجتماعي
معرفة الحقوق والواجبات والوصول إلى الفرص الصحية والتوعية حول الحياة الاجتماعية والوصول إلى سبل العيش والتوعية حول المواضيع القانونية والخدمات المقدمة نعم. للعائلة والنساء والأطفال وكيفية الاستفادة منها في الفرص التعليمية. في سياق منفصل، أصدرت وزارة الشباب والرياضة التركية قرارا يقضي برفع أجور السكن الجامعي الحكومي للطلاب الأجانب والسوريين بنسبة 300% لتصل إلى مبلغ 1200 ليرة تركية بعدما كانت 400 ليرة تركية في الشهر الواحد. وينص القرار الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على سحب امتياز وجبات الطعام المقدمة في السكن إلى الطلاب الأجانب والسوريين على الرغم من رفع قيمة الإيجار لمبيت الطالب الواحد إلى 1200 ليرة تركية. نعم. وتعتبر وجبات الطعام التي يقدمها السكن الجامعي إلى الطلاب وجبة رئيسية ومهمة، إذ توفر وجبتي فطور وغداء، وهو ما يوفر عليهم تكاليف جلب الطعام الجاهز من الخارج، حيث تحظر إدارة السكن على الطلاب تحضير الطعام في الغرف. وإلى خبرنا الأخير في تركيا، حيث أعلنت السلطات عن تجميد أصول 17 شخصا معظمهم من حملة الجنسية السورية و4 شركات على خلفية ارتباطهم بتنظيم الدولة داعش وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية. نعم. ويحمل القرار توقيع وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ووزير الخزانة والمالية التركية نور الدين نباتي. ونص القرار على أنه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 6415، حيث ارتكبوا أفعال تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه، والذي يقضي بحظر جميع الأموال لتمويل المنظمات الإرهابية أو عمليات القتل العمد أو الإصابة، وإجبار حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه. كما تجرم المادة الرابعة الأشخاص الذين يخدمون أو يجمعون الأموال المنظمة إرهابية نعم. وهم على دراية بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا في تنفيذ الأعمال المذكورة في المادة الثالثة. كما تضمن القرار أسماء 4 شركات مسجلة في تركيا ساهمت في تمويل تنظيم الدولة حسب بيان الجريدة. نعم. برأت المحكمة العليا في الدنمارك 3 لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي بحق امرأة بولندية في مدينة كويلينغ جنوب البلاد. وبحسب وسائل إعلام دنماركية، فإن المحكمة العليا ألغت حكم المحكمة الجزائية في مقاطعة كوليندينغ التي حكمت العام الماضي على 3 سوريين بالسجن 4 سنوات والترحيل من الدنمارك بعد اتهامهم باغتصاب امرأة بولندية. وأضافت المصادر أن المرأة البولندية عارضت هذا الادعاء لأنه وفقا للمدعي العام فإن المرأة تقدم خدمة المساج والتدليك المثير فقط، أي الخدمات الجنسية غير الجماع. وأنه بعد يومين من وجود المتهمين ال3 مع المرأة تبين أن المرأة تعاني من خدوش جلدية على ذراعيها وكدمات في ذراعها وساقها، والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن الاعتداء. نعم. كشفت صحيفة ألمانية عن مقترح طرحته منظمات مجتمع مدني في ألمانيا طالب بإلغاء شرط حصول السوريين على جواز سفر سوري عند تجديد الإقامة الألمانية المؤقتة في البلاد. وقالت الصحيفة أن كل منظمة تبني الثورة ومنظمة الدفاع عن اللاجئين في ألمانيا ومجلس برلين للاجئين طالبوا في السابق بإجراء مفاوضات بشأن إلزام السوريين بالحصول على جوازات سفر سورية سارية المفعول. وانتقد المتحدث باسم منظمة الدفاع عن اللاجئين بشدة هذه الإجراءات، قائلا إن السوريين الذين فروا من التعذيب والاضطهاد ملزمون قانونيا في ألمانيا بتمويل آلة نظام الأسد الحربية، وهم مجبرون على دفع ملايين اليوروهات سنويا للنظام السوري من خلال تجديد جوازات سفرهم نعم. أو تمديدها في سفارة نظام الأسد في برلين. وبالتالي فإنهم لا يمولون التعذيب الذي تعرضوا له فحسب، بل يتعرضون للصدمات مرة أخرى عندما يذهبون إلى سفارة معذبيهم، معتبرا أن هذه ممارسة رسمية سخيفة في ألمانيا ويجب إيقافها فورا. وفي نعم. خبر آخر، أقر البرلمان الألماني قانونا يلغي المراجعة الدورية للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، وهو ما يسرع من عملية إجراءات اللجوء. ونشر موقع البرلمان الألماني توضيحا للقرار الجديد، حيث كان مكتب شؤون اللاجئين يتحقق تلقائيا بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كان هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ. وبموجب القانون الجديد يجب إجراء المراجعة فقط في حال وجود سبب يستدعي ذلك. نعم. نبقى في ألمانيا، حيث اتهمت السلطات الألمانية لاجئا سوريا بتهريب البشر بسبب محاولته إدخال والدته وشقيقه إلى ألمانيا بجوازات سفر مزورة.
وقال نعم. موقع بريس بروتال إن الشرطة الألمانية اتهمت لاجئا سوريا بتهريب البشر بعد ضبطه يقل والدته وشقيقه من لوكسمبورغ إلى ألمانيا باستخدام جوازات سفر من لاتفيا. تبين بعد مراجعتها أنها مسروقة، وبحسب المصدر فإن الأم أقرت أنها اشترت الجوازات في اليونان مقابل 3000 يورو للجواز الواحد. أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غرانداي أن المفوضية تعمل مع نظام الأسد على إزالة العوائق الجدية التي تمنع اللاجئين في لبنان من العودة إلى بلادهم، مضيفا أن معظم اللاجئين يريدون العودة، ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات أمام عودتهم التي تتمثل في التجهيزات والمنازل المدمرة والوضع الاقتصادي الصعب جدا. وتابع أن استضافة مئات آلاف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على لبنان، معربا عن تقديره الكامل للتحديات الهائلة التي يعانيها لبنان في هذا الوقت. أفادت مصادر إعلامية لبنانية بوقوع حادث دموي أمس الجمعة في منطقة الهرمل راح ضحيته 3 أطفال سوريين. وذكرت المصادر أنه أثناء لعب الأطفال بجانب منزلهم انفجر جسم مشبوه ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما وإصابة طفلين بعمر 7 سنوات و5 سنوات. نعم. ووفقا للمصادر فقد تولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادثة التي تثير الشكوك حول من يقف خلفها في ظل الانتهاكات المتكررة بحق السوريين وسط صمت دولي مسبق. وفي سياق منفصل اتخذت إحدى البلديات في قضاء النبطية جنوب لبنان مجموعة من الإجراءات التقييدية على غير اللبنانيين بمن فيهم اللاجئون السوريون، في الوقت الذي تتواصل مساعي السلطات اللبنانية لإعادتهم إلى مناطق نظام الأسد رغم التحذيرات الحقوقية. نعم. وهددت بلدية بلدة كفرمان في بيانها غير اللبنانيين في البلدة بالترحيل فورا لكل من لا يلتزم بالتعليمات الجديدة، والتي تتضمن منع تجوال غير اللبنانيين ما بين الساعة 7 مساء والساعة 6 صباحا، وعدم السماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة، وعدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة إليها مجددا، كما يمنع الأجانب القاصرون دون 18 المقيمون في البلدة من قيادة السيارات أو الدراجات النارية. كما طالب البيان كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية لعمال توصيل الطلبات في البلدية، وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الآخرين. وهددت البلدية في بيانها بترحيل كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشقة وشبكة الكهرباء. وحددت البلدية مهلة 15 يوما لإصلاح المنازل التي يسكنها لاجئون تحت طائلة الغرامة، بعد أن نعم. تبين لها من خلال الكشف على المنازل أنها بحاجة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه بحسب ما جاء في البيان. كما منع البيان تحويل الشقة السكنية الواحدة إلى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة. كما منع سكن العامل والعائلات في المحال التجارية. نعم. ومنعت البلدية أيضا التنقل على الدراجات النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة، وكذلك وضع زجاج داكن في مي على زجاج السيارات، مؤكدة أن كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب أن تكون مسجلة وقانونية، وأي سيارة غير مسجلة سيتم تصدير محضر ضبط وحجزها. نعم. يعني أستاذ فراس، هي كانت أهم أخبار اللاجئين، أهم أخبار السوريين في دول اللجوء. شكرا لك وللمتابعين حياك الله على أستاذ هالفقرة عادل. الجميلة يعني اللي حياك خصصت الله لنا أستاذ إياها. عادل، شكرا كثير لك على جمعك لهذه العناوين وهذه الأخبار الأسبوعية. حياك الله وشكرا كثير لك أستاذ عادل. حياك الله أستاذ فراس، حياك الله، شكرا لك. طبعا تحية أيضا والشكر موصول إلى كل الأشخاص الموجودين معنا، كل الأشخاص اللي عم يشاركوا ويساهموا هذه بمشاركة هذه الحلقة. أيضا رح يكون الأستاذ بلال الفقرة التالية لنحكي فيها مثل ما تكلمنا عن موضوع الخوف عند الطفل. الأستاذ بلال المستشار التربوي. السلام أستاذ عليكم. بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذي الكريم. التحيات الطيبة والجميلة لك أستاذ فراس ولجميع المشاهدين والمشاهدات. أتمنى أن تكونوا بخير في هذا المساء. حياك الله وبياك أستاذي الكريم. قبل أن ننطلق في الحديث عن موضوع الفقرة اليوم، موضوع الخوف عند الطفل، أتمنى أن تضعنا بآخر الأخبار الخاصة برسالة الماجستير التي كنت تكتبها أو تقدمها أو تناقشها.
شكرا لك لاطمئنانك. رسالة الماجستير قريبا جدا النقاش، ممكن يحدد بأقرب يوم، يعني جميل. أتوقع خلال هذا الأسبوع، ولكن أنتظر موعد من رئاسة الجامعة تيسير الله. نعم. رسالة الماجستير تحلل نفسيا رواية القوقعة. نعم. رواية القوقعة للمؤلف مصطفى خليفة. نعم. هذا الشخص هو معه إخراج سينمائي، في فرنسا درس، وبعد دراسته قرر أن يعود إلى الوطن ليفيد الوطن. فعاد أيام الثمانينات، يعني كان في مشكلة الإخوان، نعم. فمسكوا النظام، مسك به النظام في المطار وأخذه إلى السجن سنوات عديدة جميل. بتهمة طبعا، وزجه بين الإخوان المسلمين في سجن تدمر. صحيح. فعاش هذا الشخص قوقعة، عاش عزلة وانطواء في السجن، لأن هو متهم من قبل النظام، وفي بداية سجنه هو متهم من قبل المسجونين أيضا، لأنه يعني فكروا أنه هذا الشخص هو عميل موجود نعم. بجنين الأخ. نعم. بعد ذلك بالأخير يعني تبين أنه هذا الشخص سجن لأنه في رفيقه أحد يعني المعارف له، يعني رفاق في فرنسا، نعم. كانوا جالسين، فمصطفى خليفة المؤلف حكى بعض الكلمات على الرئيس حافظ، يعني الرئيس نعم. حافظ الأسد وقتها رئيس النظام السوري، فبقي في السجن 13 سنة. هذا المفاد يعني، فأحلل نفسيا هي الرواية، وتم جميل. الإنجاز والحمد لله، يعني تم تأليف الرسالة الكتاب، وإن شاء الله قريبا النقاش، وعذرا على التأخر. ولا يهمك أستاذ بلال، والله نرجو لك التوفيق. يعني أنا وكل الموجودين وكل من عرفك نرجو لك التوفيق إن شاء الله في هذه الرسالة. وجميل جدا هو تحليل هذه الرواية من الجانب النفسي. إن شاء الله تمنياتنا لك بالتوفيق. أستاذي الكريم، موضوع الخوف عند الطفل، كيف نعلم، كيف نستطيع أن نرى إن كان طفلنا يعاني من الخوف، وكيف نستطيع أيضا علاج هذا الخوف إن وجد بنسب غير طبيعية عند الطفل؟ أجمل التحيات لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. بداية أبدأ بمعلومة مهمة جدا، أنه الطفل بيولد بيخاف من شيئين فقط لا نعم. ثالث لهم: الصوت العالي والمكان العالي. الصوت العالي يعني اصرخ بوجهه أو نعم. اصرخ عاليا جنبه فهو رح يخاف، أو قربه مثل رح تطبه يعني تسقطه من مكان عالي فإنه رح يخاف أيضا. هدول النقطتين فقط بيخاف منهم يولد الإنسان، وبيخاف من هالنقطتين فقط، نعم. وفيما عدا ذلك لا يخاف. كله مكتسب من قبل الأب، الأم، الأصدقاء، الأقارب، الوسط المحيط. فيما عدا ذلك يعني بيخاف من العتمة، بيخاف من الحيوانات، بيخاف من شيء، من فلان سبدلة إلى آخره من هذه الأشياء، كلها مكتسبة. نعم. إذا هدول الشيئين أبدأ بهذه المعلومة، من ثم أنتقل لنحكي أن الخوف شاع أيضا في سوريا في ظل الثورة. في أشخاص ولا سيما الأطفال، خاصة الأطفال، كان عندهم فرط من الخوف، خاصة في قصف، بظل القصف والنزوح. يعني أحداث صحيح. عاشتها سوريا مروعة، يعني عم يحدث القصف والناس عم تعيش ما لما كان تروح. أطفال بمدارسهم قصفت، فموجود الخوف بقوة في المنطقة يعني. للأسف عانوا كثير من الأطفال، اشتد عندهم الخوف. ممكن صار عند البعض ما يسمى بخوف معمم، يعني ممكن أنه يسمع صوت عالي نطبق الباب بشكل قوي فإنه يخاف. هذا خوف معمم، عمم الخوف لأنه من الطيران. دائما طيارة بتطلع بتقصف فممكن يخاف من الطيران، وعمم هذا الشيء إلى كل شيء عالي ممكن أنه يسمعه.
إذا كثير من الأطفال، وحتى صادفني أنا خلال متابعتي لحالات أيضا الأطفال في حالات خوف في المدارس، خاصة بالمدارس اللي نعم قصفت أو كان في قصف بجانب المدارس، تأثر كتير. وحتى قابلت أهالي هؤلاء الأطفال أيضا عم بيعانوا بعد مرور وقت من حالة القصف يلي حدثت أو ما شابه، أو من حالة الخوف يلي وجدت. إذا نعم هذا مثل القصف يعني شيء خارج عن إرادة الأهل، لكن في أشياء كثيرة صحيح عم بتكون بإرادة الأهل والوسط المحيط، وهذا الشيء يعني بيهدد حياة الطفل وتطوره. الخوف يعني هو شيء بيخوفنا بتعريفه، يعني هو رد فعل بيقوم فيه الشخص نتيجة نعم شيء بخوفه، ممكن حيوان مفترس أو ما شابه. وهون باعتبار جبنا سيرة حيوان، فإذا يعني إن والله شخص واجه حيوان مفترس أسد، طب هل ما بصير يخاف؟ لا، هذا خوف يعني طبيعي طبيعي جدا. نعم الخوف إذا في خوف طبيعي وفي خوف ما طبيعي. الخوف الطبيعي يعني واضح، والخوف الطبيعي، الخوف غير الطبيعي أيضا واضح. تمام. نعم يعني حكينا من خلال المعلومة أنه فرقنا بين مكتسب وبين فطري، نقطتين نعم بس فطريات والباقي كله كله مكتسب. نعم الوسط المحيط له دور بشكل كبير جدا، وهون يعني من خلاله نحن عم نحكي كمان على الأسباب. فهدول أسباب جوهرية جدا، من خلال عرضنا السابق حكينا عن نعم الأسباب. الإرشادات بشكل مختصر يعني النقطة الرئيسية الأولى هي المواجهة. معقول؟ طبعا المو... المواجهة دائما المواجهة في قاعدة. نعم، نعم أستاذ فراس، هناك قاعدة في الصحة النفسية يعني، وبأغلب المشكلات الحل ليس في الابتعاد بل بالمواجهة. دائما نفسيا يعني بحياتنا والله أنا بخاف من شيء، لا تبتعد، حاول تتكيف بصورة جيدة. أنا عندي مشكلة بالشغل بتجنبها. أسلوب التجنب هو أسلوب تكيفي سلبي، أسلوب تكيف سلبي. إذا جميل. المواجهة، مواجهة هذا الخوف الخوف. يعني ممكن الطفل أو الشخص نحطه في موقف المواجهة مشان نعالج هذا الخوف عنده. فالطفل بيخاف من القطة أو بيخاف من كلب، ولم يعني ما مرر بأي مرحلة قاسية معه، فممكن نفرجيه قطة، نوقف جنبه، نلمسها جنبه، نطعمي يعني هذه القطة جنبه. إذا نحاول نخليه يواجه هذا الخوف. عم يخاف من العتمة مثلا، بده يروح على الحمام فبيخاف من الظلام، نتيجة مكتسب يعني شيء مكتسب تعلمه. صحيح لكن ممكن نحطه في موضع المواجهة بشكل مباشر، نرسله بنفسه بده يخاف، ممكن يشغل ضوء بعيد قليلا، نقول له في ضوء، شوي شوي بنبعد هذا الضوء بنخليه يروح، او نقول له روح وبس صار معك شيء اعطينا صوت. اذا بدنا نحطه في موضع المواجهة. هذه نعم نقطة مهمة للغاية جدا. اثنين. المواجهة نعم، اثنين يعني إذا هذا الطفل خائف نجي نهدده، نخوفه أكثر، في عفريت، في سبدلة، في شبح، هلا بيجي فلان، فهذا الشيء يعني سيزيد من خوفه. البديل عن ذلك مهم. أسلوب التشجيع، أسلوب التحفيز، إظهار المودة لهذا الطفل، إنه أنت معه، تعطيه ثقة أكبر، تقبله، تضمه إلى حضنك بالنسبة للأطفال. جميل النقطة الثالثة احترام شعور الطفل بالخوف. يعني ما ننكر هذا الشيء، نقول له لا تخاف لا تخاف. مرقت طائرة نقول له لا تخاف لا تخاف، أو هو بيخاف من العتمة فبنقول له لا تخاف لا تخاف. هذا أسلوب غير جيد أبدا. لا، بنحترم شعوره، إنه نحترم شعور هذا الطفل بالخوف، ونحاول أن نخفف من هذا الشيء عبر المواجهة والنقاط اللي راح نذكرها. إذا جميل نحترم الشعور يعني ما نسخر منه. حدا بيخاف من هاد مثلا، نقول له صحيح هي حدا بيخاف بتصير من كثير هاد. والله أو نستهزئ في مشاعره، هذا الشيء أيضا بيزيد من المشكلة. الثقة، التعامل بثقة، الهدوء حول هذا الأمر بالتعامل، الحوار معه نقاط مهمة جدا. حكينا عن التحفيز،
صحيح. نعلمه جملة تحفيزية، خليه يرددها بشكل دائم، إنه أنا بإمكاني أن أتغلب على الخوف. ممكن يحفظها بصم: يمكنني أن أتغلب على الخوف، يمكنني أن نعم. أتغلب على هذا الخوف. ونلقنه إياه ونذكره فيها كل فترة، نقول أنت يمكنني أن أتغلب. هذا الشيء نفسيا بيأثر جدا وتنمويا أيضا. أيضا يعني هدول النقاط المهمة جدا. نقاط أخرى متصلة. قد يكون من يحيط بالطفل بيخاف، أو شخص تاني ممكن أمه أو أبوه أيضا بيخاف، نعم. فهذا الشيء رح يزيد. يعني الأب أو الأم هن قدوة أو من حوله. لما نعم. بده يشوف هذا الشخص هو عم بيخاف، فبالضرورة جدا رح يخاف. نقطة مهمة جدا اللي هي ذكر قصة يعني عن الشجاعة، بشان انه يتحفز لا يبتعد الطفل. عن الخوف نعم. ويقترب. نعم. بدنا ننتبه جدا شو عم بيشوف اليوم. العالم الانترنت موجود بشكل كبير جدا. صحيح. ممكن يمر معه شيء مرعب. آه، فيلم بيرك عم يشوفه مع الوالد مثلا، الاب عم بيشوف فيلم مرعب، فهذا بيرك عم يشوفه، او ظهر مشاهد مخيفة، فهذا الشيء رح تزيدنا ننتبه من هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يعني هاي النقاط المهمة. أجملنا الموضوع في الخوف. أستاذ فراس، ما بعرف إذا في جميل. تعليقات وإذا في والله سؤال. والله راح اشوف اذا في تعليقات، ولكن انا في عندي بعض الاضاءات. يعني مثلا استاذ بلال، مثل ما حكيت حضرتك وتفضلت انه الخوف الفطري عند الطفل هو الخوف من الصوت المرتفع او الاماكن العاليه، فيما يعني هذا الكلام انه كل خوف ممكن يكتسب عند الطفل او يكتسبه الطفل، عم نساهم لحنا عائلته بشكل كبير بزرع هذا الخوف او تصنيف، خلينا نقول هذا الخوف، مو هيك؟ عفوا أستاذ فراس. الخوف عند الطفل كما ذكرت حضرتك بداية الفقرة، إيه، وقلت انه نقطة هو ثانية. الطفل. نعم، الطفل يخاف من الأصوات المرتفعة أو الصوت العالي والأماكن العالية. لذلك الأهل راح يساهموا بشكل كبير بزرع أو هي تصنيف الخوف عند الطفل. نعم، نعم، يعني جدا نقطتين. يعني أنا بدأت في هاي المقدمة مشان يعني تم محفورة الصوت العالي والمكان العالي، فيما عدا ذلك كله مكتسب، وهي معلومة مرعبة فعلا. يعني كثير كثير ما تفعل الأمهات لتسكت ابنها أنه والله سبدلة أو شيء مرعب أو فلان رح يجي، فنحن هون عم نحط شعور بالخوف. شعور بالخوف هذا الطفل. يعني نتذكر أنه التربية، وهذا جزء رئيسي. يعني نحن جميل. عم نصنع هذا الإنسان. هذا رح يكبر، رح يبقى معه هذا الشعور، ما انه معزول. رح يصير عمره 30 سنة وخائف، رح يبقى. صحيح. وبس كبر شوي رح تجي الأم وتقول له: لك ليش هيك عم تخاف؟ هو عمره 20 سنة مثلا. لك طيب، في صغره تم تسكيره بأشخاص مرعبين جدا، وتم الاعتماد على ذلك بشكل كبير جدا، فظهر الخوف عنده وبقي. المشاكل يعني كثير من المشكلات تجي بالصغر وبتبقى. لذلك قالوا العلماء أنه أول 5 سنين يعني جدا مهمة للغاية في صناعة الشخص. يعني حكينا مرة عن العزلة، من شوي كنا عم نحكي عن القوقعة، كيف اعتزل وصار في معه قوقعة بداخل السجن. حتى لما طلع في شخص صديقه انتحر نتيجة لما بيصير في مشكلة. فكرتنا أنه كثير من المشكلات بتنشأ بالصغر، مثل العزلة. هذا انعزل، ما بيشارك الأطفال، معزول، عم يبرك لحاله. كبر صار عنده 50 سنة، ولا يذهب يرى الأصدقاء، لا يذهب يرى الأشخاص، الوسط المحيط عموما، الكبار. عزلة. نتيجة شو؟ هي نتيجة لفعل سلوكي بالصغر. أيضا الخوف، يعني نعم. هي نقطة بدنا ننتبه عليها جدا، إنه نحن عم نصنع شخصية الطفل. ممكن كلمة تأثر فيه فيبقى خائف. نعم. نعم، وهذا لهذا السبب أستاذ بلال، يعني موضوع الخوف
جزء لا يتجزأ عن التربية بحد ذاتها. يعني اللي احنا عم نزرع او اللي احنا عم نصنف الشيء اللي ممكن يخاف منه الطفل بداية، احيانا بدون ما نشعر. يعني احيانا ممكن نحكي قصة مرعبة للطفل واللي احنا بنعتقد انه هذه تسلية، ولكن اللي احنا عم نكون عم نزرع خوف عند الطفل. لذلك في كثير من الاطفال ممكن يكبروا وعندهم خوف من امور اساسا غير موجودة. لذلك أستاذ بلال، النصيحة اللي ممكن ننبهها، اللي تكون يعني مترابطة ما بين الموضوع اللي عم نحكي فيه وما بين موضوع التربية، نصيحة ممكن نقدمها للأهل بهذا الخصوص. والله النصيحة أنه ننتبه أنه نحن لما عم نتعامل مع أطفالنا، عم نتعامل مع سوريا المستقبل، عم نتعامل مع أشخاص ربيناهم صح، رح يساعدونا إن ككبار لما بيكبروا أيضا رح يفيدوا المجتمع. هاي القصص النفسية هي كل شيء بحياتنا. نعم. شخصية الإنسان إذا كانت جيدة وتستطيع أن تتكيف مع المتغيرات هي كل شيء من وجهة نظري. لأنه كثير من الأشخاص يعني معهم شهادات و ما حسنوا يتكيفوا مع كثير من الأحداث اللي حدثت معنا بسوريا. شخصية الإنسان ونقطة الخوف بتأثر بشكل كبير على تطور الإنسان. ممكن تجي معها كمان مشكلات أخرى متصلة بهذا الشيء بشكل كبير. فالكلام عن العناية بهذا الشيء، إعطاء الطفل تقرب منه، الثقة به بالنسبة ما نخوفه بهي الأشياء. يعني هذا شائع جدا، تخويف نعم. الطفل كان يسكت شائع جدا. يعني ننتبه. صحيح. كيف بدنا ننتبه؟ بدنا نعرف أنه مخاطره كبيرة جدا. شفت بالتعليقات أنه يا أخي نحن هون ما أنه ما بقى حدا يخاف. تمام، يعني ما بقى حدا يخاف من النظام، لكن في مشكلات عم تظهر. يعني ما زال الطفل صغير اليوم سنتين، سنتين ونص، جنبه بيقولوا له بده يجي سبدلة أو ما شابه، رح يخاف قولا واحدا. بالعموم يعني إيه ظاهرة أنه ما عدنا نخاف، لكن في مشكلات عديدة بتعمق الخوف. القصف اللي عم بيحدث، يعني من فترة صار في قصف بعزاز، كل فترة في مواقع معينة عم بتفزع الناس في تلك المنطقة. صحيح. إذا هذا صحيح. القصف ممكن نصنفه خارج عن إرادة الأسرة، لكن في أشياء كثير نحن بنحسن نتحكم فيها. لا، خلينا نساهم بشكل جيد في هذا الموضوع عبر العناية بأطفالنا، وخليهم يعتمدوا على نفسهم. ننتبه شو عم بيشوفوا على الجوال، وفيزيائيا نحن ننتبه عليهم أيضا ما نخوفهم، نقوي لهم شخصيتهم بشكل جيد حتى يحسنوا يطلعوا شخصيات متكيفة في الحياة. جميل جدا أستاذ بلال، والله شكرا كثير لك على هذه المعلومات القيمة. وأرجو أنه يكون كل الأشخاص اللي موجودين معنا واللي عندهم أطفال يكونوا استفادوا من هاي المعلومة إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذ بلال، وحياك الله. ألف تحية لك أستاذ فراس، وتحية لجميع المستمعين والمستمعات. ألف تحية لكم. السلام حياك عليكم الله. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا شكر خاص للأستاذ بلال على هذا الموضوع الهام جدا، ويعتبر موضوع جزء عن أهمية التربية. موضوع الخوف عند الطفل، النقطتين الهامتين التي ذكرهما الأستاذ بلال في بداية فقرته، أن الطفل يولد فطريا ويخاف من أمرين فقط: الصوت المرتفع والأماكن العالية. أما ما دون ذلك فكل خوف أو كل تصنيف للأمور التي يخاف منها الطفل تعتبر مكتسبة. لذلك كل أسرة يجب أن يراعوا هذا الأمر بشكل جيد، والراعي الملاحظات اللي ذكرها أيضا الأستاذ بلال، أنه الطفل ممكن عبر الأمور اللي يكتسبها أو اللي يشوفها انه ممكن يصير يخاف من الظلام، يخاف من شيء معين، يخاف من صوت معين. فلازم بداية الخطوة تكون بالمواجهة، نحاول نساعد الطفل ليواجه هذا الخوف، نحاول نحفز الطفل ونشجع الطفل، وما نهزأ أو نستهزئ من الخوف عند الطفل. احترام خوف الطفل أمر هام جدا، مثل ما حكينا أنه ما نستهزئ من الخوف
عند الطفل. هذه ملاحظات قيمة وهامة جدا لكل الأسر التي عندها أطفال، لأن هذا الأمر يساهم في بناء شخصية الطفل. مثل ما ذكرنا سابقا في إحدى الحلقات، الأستاذ بلال ذكر أن بناء شخصية الطفل يكون عبر السنوات الأولى من عمره. لذلك هذه ملاحظات يجب الجميع أن ينتبه منها. هذا كان موضوع الخوف عند الطفل مع الأستاذ بلال خليفة المستشار التربوي. طبعا بنتمنى له التوفيق في رسالة الماجستير، واللي هي الحديث عن رواية القوقعة وتحليلها نفسيا. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. حياكم الله جميعا، وأسعد الله مساءكم بكل خير جميعا كل الأشخاص الموجودين معنا في الحلقة 30 من برنامج وصل صوتك من القلب إلى القلب. أعتذر من الأخوة اللي عم يكتبوا تعليقات وما عم بقدر أرد عليهم. اللي احنا في هاي الحلقة بنكون ملتزمين بالمواضيع المطروحة فقط عبر الفقرات. أما بعد الحلقة فإن شاء الله إذا كانت معنا الأستاذة سلوى فممكن أنه تجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. حياكم الله. رح نشوف الأستاذة سلوى إذا موجودة معنا لنحكي عن موضوع الإرادة. هذا الموضوع الهام جدا عند أي شخص، موضوع الإرادة، الثقة بالنفس وتعزيز الإرادة. لماذا نرى الإرادة قوية عند بعض الأشخاص ونراها ضعيفة عند أشخاص آخرين، أو نراها منعدمة عند أشخاص آخرين؟ الأستاذة سلوى رح أحاول أشارك اللايف لتكون معنا. طبعا اليوم ظرف خاص، والله اليوم ظرف خاص وحلقة خاصة اليوم الرقم 30 بعد مضي أكثر من سنة على انطلاق هذا البرنامج المتواضع. فشكرا لكل الأشخاص اللي كانوا معنا من بداية مشوارنا على هذه المنصة في برنامج وصل صوتك من القلب إلى القلب. وشكرا لكل الأشخاص اللي انضموا معنا خلال السنة الماضية. طبعا انقطعنا عن البرنامج لمدة 5 أشهر وعدنا، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح نحاول نطور من فقرات البرنامج. في عنا بثوث أسبوعية بشكل يومي تقريبا، تبث بشكل يومي لنحكي فيها عن المواضيع اللي بتهمكن انه تنطرح في هذه الحلقات. فأرجو من الجميع أولا التسجيل على الفعالية اللي بتنتشر يوم الاثنين أو الثلاثاء. ثاني شيء انه تحضروا معنا البثوث اليومية حسب أوقاتكم المتاحة. بالنسبة نعم، هلا نحن نتفق على شغلة إنه الإنسان البشرية، خلينا نقول جميعا، نعم. أكيد كلياتنا بيكون في عنا رغبات، في عنا آمال، في عنا طموحات معينة نسعى لتحقيقها. ولكن دائما ممكن اللي يوقفنا أو ممكن إنه اللي ما يخلينا نتابع أو نفشل بتحقيق هاي الأشياء إذا كان في ضعف بالإرادة. خلينا نعم. كمان نعرف شغلة، إنه ضعيف الإرادة بشكل عام أكيد في عنده رغبة إنه يتعلم ويفهم ويشتغل ويتقدم، وبأغلب الأحيان بتكون هاي الرغبة حتى رغبة جامحة كتير، يعني بيكون هو كتير عنده حماسة ومتحفز جدا إنه يشتغل على هاي الرغبة. ولكن تحقيق هاي الرغبة بيبقى حبر على ورق مثل ما نحن بنسمي. صحيح. ليش؟ لأني نحن بنشوفه إنه عجزه وضعفه أو ضعف إرادته أكثر شيء بيظهر بمرحلة الانتقال بين الفكرة إلى الفعل. والفعل. يعني نعم. نعم، يعني نحن بشكل عام لما بيكون في عنا آمال معينة أو طموحات معينة تبدأ بفكرة، وبيكون في عنا رغبة جامحة جدا جدا إنه نحن نحقق هاي الفكرة أو نحقق هذا الهدف. اللي بيمنعنا إنه نحن نحول هاي الفكرة لحيز التنفيذ أو ننتقل لمرحلة العمل والفعل هو ضعف الإرادة. هون بيوقف حاجز بيننا وبين انتقال من الفكرة إلى الفعل أو إلى العمل. هاي نعم. بشكل عام عن ضعف الإرادة. طيب هلا نحن شو هي الأشياء اللي ممكن إنه تساهم يعني إنه تضعف، أو أسباب تخلي إرادتنا تضعف، وأسباب ممكن إن إحنا إذا أخذناها أو اشتغلنا عليها فعلا نحس إنه إرادتنا عم تقوى، أو على الأقل إنه عم نقدر من خلالها نحقق آمالنا وطموحاتنا. نعم. رجع أغلق المايك عندك أستاذة سلوى. حياكم الله. حياكم الله جميعا. طبعا موضوع هام جدا، وموضوع الإرادة. أستاذة سلوى يبدو المايك أيضا من شوي أغلق عندك. هلأ تمام الوضع.
تمام. هلا بالنسبة لضعف الإرادة، شو الأسباب اللي ممكن تؤدي لضعف الإرادة؟ نعم. طبعا في أسباب كتير. في أسباب ممكن تكون متعلقة بالشخص ذاته، متعلقة مثلا بنوعية الهدف أو الطموح اللي هو حاطه لنفسه. ممكن تكون الأسباب متعلقة بالبيئة المحيطة. أحيانا ممكن تكون الأسباب مجتمعة مع بعض، ممكن إنه تشكل أو تؤدي لضعف الإرادة عند هذا الشخص. هلا نعم. خلينا هيك نعرض عليها بشكل سريع، وبعدين ممكن إنه إذا حدا بيحب يضيف عليها شيء، أو مهم. ممكن يعني في أشياء بيظن إنه هي ممكن تكون سبب من أسباب ضعف الإرادة، ممكن إنه يكتبوها بالتعليقات. يا ريت. هلا من أسباب ضعف الإرادة، أول شيء إنه ممكن أحيانا إذا كان في صعوبات كتير نحن عم نواجهها، وهي الصعوبات هي أكثر أو أكبر من قدراتنا وإمكانياتنا لحلها، فهون ممكن إنه يصير في ضعف بالإرادة. يعني إنه بتبقى الفكرة كتير كتير يعني الشخص لسه متحمس لحلمه أو متحمس لطموحه، بس هاي الصعوبات دائما عم توقف عائق بينه وبين إنه يشتغل عمليا على هاي الفكرة أو هاي الطموح. نعم. طبعا السبب الثاني ممكن أحيانا إنه إذا كان في حماس كتير كتير كبير تجاه هدف معين، ولكن هذا الحماس أساسا هو حماس غير مدروس. يعني إما مهم. هذا الحلم والطموح غير مناسب أو غير ملائم، أو أصلا قدراتنا وإمكانياتنا ما بتتناسب مع هذا الهدف أو مع هذا الحلم. فهون بالفعل نحن رح نواجه بقى ضعف الإرادة، لأنه ما في إمكانية عنا أنه نحن فعلا ننطلق لحتى ننفذ هذا الهدف أو نشتغل عليه. طب أستاذة. ثالث سبب ممكن أحيانا ضعف المهارات عند الشخص، ضعف نعم. القدرات، ضعف الخبرة ممكن إنه يؤدي لضعف الإرادة. أحيانا الخوف من الفشل والإقدام. جميل. كتير أشخاص بيكون في عندهم كتير طموحات وآمال، بس دائما في عندهم خوف من المجهول أو عندهم خوف من الفشل. فمشان هيك بتلاقيه إنه ما عنده إقدام أبدا، يعني حتى ولو حط حلم وبيكون في عنده كتير قدرات وإمكانيات، فبتلاقيه لا، إنه خوفه عم يمنعه إنه ينطلق، خلينا نقول لمرحلة التنفيذ، إنه أو إنه يعني يكون في عنده قوة إرادة وحماسة إنه يشتغل على هذا الهدف. أحيانا مثل ما حكينا إنه الطموحات الغير واقعية. أحيانا الضغط النفسي، إذا كان الشخص عم يعيش بشكل عام ضغط نفسي كتير كبير بسبب ممكن يكون عدة أسباب موجودة بحياته أو بسبب ظروف معينة عم بعيشها، فأكيد الضغط النفسي بيسرق كتير من طاقتنا النفسية والجسدية، فبصير صعب إنه يكون في قوة إرادة لمتابعة حلم أو هدف معين عم بيحب الشخص إنه يتابع فيه أو يشتغل عليه. من الأشياء كمان إنه خليني أقول إنه الملهيات، يعني نعم. الأشياء اللي ممكن الإنسان إنه يلتهي فيها، الرغبات الشهوات بشكل عام. خلينا نقول هدر الوقت بأشياء ممكن تكون غير مجدية أو غير مفيدة، فهي كلها بتلعب دور إنه بضعف الإرادة عند الإنسان. نعم. طبعا هي وأهم سبب، أهم سبب هذا يمكن أنا كان لازم أذكره بالأول، عند اللي بيكون أصلا ما في دافع حقيقي عند هذا الإنسان. يعني إيه، أنا في عندي رغبات معينة، طيب إذا ما كان في دافع حقيقي عندي داخلي لحتى إني أنا أنطلق من خلاله، فأكيد ما راح يكون في عندي قوة إرادة لعمل أي شيء. جميل. خلينا نقول مثلا كأبسط مثال الصلاة طبعا. نعم. يعني ليش أنا عم سميه أبسط مثال؟ لأنه الصلاة هي فرض من الله عز وجل، ويوميا صحيح. لازم نصلي 5 صلوات. هلأ الإنسان إذا ما كان في عنده دافع إني أنا بدي صلي لحتى أقوي علاقتي برب العالمين، وبدي صلي لحتى رب العالمين يرضى عني، وبدي صلي صحيح. لحتى لأنه هي فرض علي، فإذا ما كان موجودين هدول الدافع عند الإنسان ما رح يلتزم، رح تلاقي في ضعف إرادة دائما عند أداء الصلاة، فبيأخر صحيح. أو بيأجل، أو ممكن يفوته صلوات كتير، أو حتى يمكن ما يصلي يعني. فهذا كمثال بسيط يعني عن موضوع عدم وجود دافع حقيقي. يعني طيب هي لازم نعم، أستاذة تفضل. سلوى تكون الغاية موجودة، يعني مثل ما ذكرتي أنت تماما. المثال الأقرب، أنه الغاية في هذه العبادة أو في هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. في هناك غايات عديدة، منها نعم. أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الذي يقوم بعبادته بالكيفية الصحيحة. أن نعم. أن يكون يعني بعد
طبعا كلياتنا بنعرف انه هذه الحياة هي حياة مؤقتة، ان يكون فيما بعد ان شاء الله من الفائزين في الجنة ان شاء الله، وتعتبر هذه اعلى الغايات هي الفوز بالجنة، والاعلى من الفوز بالجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. طبعا هي الغاية اللي هي بتعطي الدافع الكبير للإنسان على انه يواظب على نعم الأوامر صحيح. ويجتنب النواهي. نعم صحيح تماما. يعني دائما حتى كمان نوعية الغايات، أو خلينا نقول نوعية الدافع، كل ما كان الدافع سامي وكل ما كان الدافع جوهري وحقيقي، كل ما عطانا حماسة وعطانا وقوى رغبتنا أكثر، وعطانا خلينا نقول يعني قوى إرادتنا بشكل كتير كبير. كل ما كان الدافع خلينا نقول أصيل. يعني نعم هلا لما الشخص لما بيحب يدرس جامعة مثلا، في فرق بين الشخص اللي بيحب يدرس جامعة بس لأني حاطط بذهنه إنه أنا بدي أتخرج لحتى أشتغل بفلان مجال وحتى أحقق مرابح كتير. طيب هذا هدف ودافع، إيه ممكن إنه يدفع الإنسان إنه يتابع ويدرس ويحضر محاضرات وإلى آخره، ولكن غير كافي. لأنه ليش؟ لأنه مجرد ما إني يسمع من حدا والله هذا تخصصك ما راح يربحك كتير مثلا، هو نعم رح تحس إنه مع أي كلمة ممكن يسمع رح يخف هذا الدافع، يعني رح ينخفض، صحيح. دائما يكون في ارتفاع وانخفاض. أما لما بيكون الدافع إني أول شيء أنا لازم أتعلم العلم، يعني هو نحن خلينا نقول بديننا يحض على العلم، هي أول شغلة. تاني شغلة أنا مهم إني أخذ شهادة يخليني أشتغل بمجال أخدم فيه مثلا مجتمعي. طبعا كل الأعمال هي خدمة للمجتمع، ولكن خلينا نقول إنه الشخص بده يدرس إنه فكر بهي الطريقة. طيب أنا بدي أتخرج، بدي أكمل دراسات، وبدي أحاول أخترع، وبدي أحاول أعمل شيء مميز، وبدي أترك أثر. فهي كلياتها اسمها دوافع أصيلة، دوافع ما بتنطفي مع الإنسان، ولو خفت ببعض مراحل دراسته شوي، بس ترجع بتقوى. فبتحسه إنه هو مقدم على الدراسة وفعلا في قوة إرادة للمتابعة وللدراسة وللتحضير، غير الشخص اللي بيكون على دوافع سطحية، خلينا نقول ينطلق بتحقيق أهدافه أو طموحاته. طيب هلا هي يعني بالنسبة أستاذة لضعف سلوى، الإرادة. أستاذة نعم. سلوى خلينا نقول إنه هي الدوافع أو هي الغايات تعتبر الجسور المتينة اللي ممكن يعبر نعم فيها منها أو من خلالها الشخص إلى الغاية أو الهدف. الهدف الأسمى أو الهدف، نعم صحيح نعم. تماما. نعم. طيب جميل. هلا هو الحقيقة نحن خلينا هيك شوي قبل ما ننتقل لموضوع إنه لأسباب أو أساليب تقوية الإرادة. بشكل عام كل أهداف حياتنا، يعني أي هدف نحن بنحطه بحياتنا دائما يصب بالهدف الأكبر والأسمى. طبعا أنا عم بحكي عن الإنسان المسلم، عن نحن نعم كأشخاص مسلمين، يعني دائما يصب بالهدف الأسمى والأعلى، إنه نحن نكون خلفاء الله على الأرض، وإنه نحن نحقق شيء، وإنه نصل لرضا الله. يعني الغاية العليا والأسمى هي رضا الله. نعم. ورضا الله مو فقط إنه أنا أمارس العبادات، لا، يعني حكينا قبل هالمرة إنه صحيح أنا أكون خليفة الله على الأرض قولا وعملا وأثرا، يعني فهذا صحيح. غاية خلينا نقول العليا أو الأسمى. كل غاياتنا وأهدافنا في الحياة لازم تصب بهي الغاية العظمى، خلينا نقول، أو جميل. الغاية النهائية يعني. نعم نعم. هلأ بالنسبة لأساليب تقوية الإرادة، طبعا أهم شيء لتقوية الإرادة، أول خطوة إنه أنا يكون في عندي هدف واضح محدد ملائم. في جميل. عندي هدف لحياتي واضح محدده تماما وملائم، يعني ملائم لظروفي، ملائم لقدراتي، ملائم لإمكانياتي. ولا ننسى إنه دائما نحن بحياتنا ما بيكون في عنا هدف واحد، بيكون في أحيانا في عنا أكثر من هدف. في أهداف صغيرة أو أهداف قريبة المدى، يعني عندي هدف بدي أحققه خلال يومين ثلاثة، عندي هدف بدي أحققه خلال اليوم، وفي عندي هدف بدي أحققه خلال 6 أشهر، وفي عندي هدف بدي أحققه خلال 5 سنوات. فالإنسان دائما يكون في عنده أهداف ضمن حياته، دائما بحس إنه لحياته في معنى، وفي دائما شيء جديد عم بيسعى له، يعني يبتعد عن الحياة الروتينية اللي ما بيكون فيها إنجازات، عبارة إنه عم بينام وبفيق بيصلي بياكل بيروح على شغله وبيرجع. هاي الحياة. نعم، يعني نحن ما عم نقول إنه، يعني هو طالما الإنسان إنه عم بيشتغل عم بيحس حاله إنه مرتاح، لا بأس، بس المهم إني أنا أشعر بالإنجاز بالفعل، ويكون في عندي أهداف أخطط حياتي من خلال هاي الأهداف.
الأهداف دائما بتساعدنا على تخطيط أيامنا وتخطيط وقتنا وتخطيط حياتنا. فهي أول شغلة، إنه يكون في عندي هدف واضح محدد وملائم. تاني جميل. شيء إني أنا ما أبدأ بأكثر من شغلة بوقت واحد. أي إنسان بتلاقيه إنه عم يبدأ بأكثر من شغلة بوقت واحد، فعرف إنه هو ما عنده خطة واضحة، ما في عنده هدف واضح، يعني عم يحتار من وين يبدأ. ممكن يبدأ بشيء يتركه بنصه وينتقل لشيء تاني، ممكن يبدأ بشيء ويبدأ بشغلة تانية معه. طيب الإنسان لا يمكن إنه يركز بشغلتين بآن واحد، أو صحيح. ممكن يكون إنسان مشتت. فمهم وهذا جدا التخبط، نعم. تخبط، نعم. مهم جدا انه انا ما ابدا بامور كثيره بوقت واحد، لاني هذا الشيء ما راح يخليني كمل هاي الامور الكثيره للاخير، وما راح يخليني ركز بشكل صحيح، وراح كثير خلينا نقول ياخذ من طاقتي الجسديه ومن طاقتي النفسيه كمان. طيب هلا الشغله الثالثه من يعني كاسلوب من اساليب تقويه الاراده، التخطيط. اني انا اخطط يعني. والتخطيط بصراحه هو شيء مو صعب يعني. التخطيط ما بيعني إني أنا أقعد وأصرف ساعات وأنا عم خطط بأدق الأمور وأدق التفاصيل، لا. دائما حياتنا ممكن في مستجدات تفاجئنا، ممكن في ظروف مثلا إنه تصير معنا أحيانا تمنعنا عن تنفيذ هدف معين أو نأجل هدف معين. ولكن التخطيط المقصود فيه تخطيط بشكل عام، إنه أنا شو بدي بالضبط، أنا وين عم بسعى، وين رايح، أنا عم صحيح. بشتغل هذا الشيء مثلا، أنا وين بدي أوصل له، يكون في تخطيط نوعا ما لحياتي. هذا كتير بيساعدني على تقوية الإرادة، وبيساعد عدم، خلينا نقول، تشتت طاقاتي وإمكانياتي، أو بعثرة طاقاتي وإمكانياتي بمجالات كتيرة ممكن تكون غير مفيدة لإلي أو لا تصب بالهدف اللي أنا عم بسعى له. نعم. طيب هلا كمان من الأشياء اللي ممكن إنه تقوي إرادتنا النية. إنه النية. أنا يكون في جميل. عندي نية وعزيمة إني أنا بدي أعمل هيك، بدي أوصل إن شاء الله للأخير، بدي أبدأ بهذا الهدف، أسعى له ووصل للأخير، وما في شيء إن شاء الله رح يسنيني إني أنا كمل للآخر بهذا الهدف. يكون في عندي نية كتير يعني مصر، وعندي عزيمة إني أنا أتابع بهذا الشيء للآخر. كمان شغلة مهمة يمكن نحن ما بننتبه لها، وهي كتير بتساعد على تقوية الإرادة، الرعاية الصحية. يعني الرعاية نحن الصحية. كتير، نعم، نحن أحيانا يعني بيكون في انخفاض بالطاقة، بيكون في خلينا نقول نوع من أنواع الخمول والكسل. هاي الأشياء ما دائما بتكون سببها نفسي، أو ما دائما بتكون سببها ضعف الإرادة بالذات، لا، أحيانا بيكون ضعف الطاقة الجسدية نتيجة مثلا خليني نقول عدم الغذاء الجيد، عدم النوم الجيد. فموضوع الغذاء يا جماعة كتير مهم يعني. حتى الغذاء مهما كان وضعنا المادي ما بيمنع إني أنا على الأقل نوع بغذائي، يعني مو شرط نوعية معينة فاخرة وإلى آخره، لا لا، يعني حاول نوعا ما إني أنا أحط بالي شوي عند غذائي، على قليلة أفطر، ما أطلع من البيت من دون فطور، صحيح. خلال النهار أكل لي شي شغلة تعطيني طاقة، ما خلي حالي طول النهار بدون مي بدون أكل، انسى حالي من هاي الأشياء. فإنه الغذاء والنوم كتير بيساعدنا إنه نحن يكون في عنا طاقة جسدية وطاقة نفسية، إنه نحن نتابع بأعمالنا وبأهدافنا، ويكون في عنا هي القوة اللازمة للمتابعة ومواجهة الصعوبات كلها. جميل. دعم ومساندة الآخرين مهم. يعني صح نحن أحيانا ممكن لبعض أهدافنا وطموحاتنا آمالنا ممكن ما نلاقي دعم، ما نلاقي مساندة. ولكن عموما دعم الآخرين، كلماتهم التشجيعية التحفيزية، تركيزه على نقاط القوة عنا مثلا، هي ممكن إنه دعمهم إلنا ومساندتنا بالصعوبات، أو يكونوا جنبنا لما نحن نواجه صعوبات معينة. فهذا كتير كمان بيساعدنا إنه نحن يكون في عنا قوة إرادة للمتابعة. صحيح. كمان شغلة جدا جدا مهمة، أنا بصراحة تركتها للآخر لحتى شوي نتوسع فيها، هي إنه دائما نحن نستمد القوة والعزم وقوة الإرادة من الله عز وجل. في نعم. كتير أساليب نحن ممكن إنه نستمد هاي الأشياء من الله عز وجل. أول شغلة عن طريق الدعاء، العبادة، رضا الله عز وجل علينا كتير بيعطينا قوة، بيعطينا شعور إنه كأنه في شيء نحن مستظلين تحته. صحيح. يعني نعم، رضا الله علينا، ودائما نحن بكل عمل أو بكل هدف
لما نحن بنحطه لحياتنا بنكون رابطينه بالله عز وجل، فدايما بنحس إنه إحنا في فوقنا مثل مظلة عم نستظل فيها خلال رحلتنا في هاي الحياة، أو في خلال رحلتنا تجاه أهدافنا وطموحاتنا. جدا هذا الشيء فعلا بيعطينا قوة إرادة، وفعلا بيكون في عنا قوة كتير كبيرة بإذن الله طبعا إنه نواجه كل الصعوبات والتحديات اللي ممكن تواجهنا بطريقنا تجاه أهدافنا. فالإنسان عموما يعني طبعا نحن لما بنحكي عن قوة الإرادة وضعف الإرادة، خلينا نعرف كمان شغلة إنه ده الإنسان مو دائما، حتى ولو كان يتمتع بقوة الإرادة، مو دائما بيكون محافظ على هي القوة بنفس الوتيرة وبنفس المنسوب. بتمر عليه لحظات أو مراحل أو أوقات معينة بحس فيها نوعا ما إنه عزيمته شوي نقصانة أو إرادته شوي ضعفانة، فما بتلاقي إلا رجع يعني مثل كبوة الحصان بس بيقوم نعم. منها أقوى. هاي نعم. فترة الفتور يعني اللي ممكن ينصاب فيها نعم، أي فترة شخص الفتور خلال. بنمر بفترات فتور، بفترات نعم. نوعا ما خمول نوعا ما، بس بتلاقي إنه فورا بنرجع بنقوم وبنوقف وبنقوى وبنتابع مسيرتنا. أما ضعف الإرادة المستمر فهو مشكلة، يعني مشكلة فعلا، يعني أحيانا بتكون كارثية، لأنه ممكن ضعف الإرادة تحول بين وبين إنه الشخص يتقدم ويتطور ويحقق أهدافه ويحقق طموحاته ويكون نوعا ما شخص ناجح بالحياة. طبعا هي بعجالة خليني أقول جميل. النقاط الرئيسية، أو خلينا نقول خطوط عريضة لهذا الموضوع، وممكن من خلال أسئلة الإخوة والأخوات أو تعليقاتهم إنه هذا الشيء يغني الموضوع. جميل جدا أستاذ سلوى. طيب بنرجع بنعرج بعجالة على الكلام اللي تكلمت فيه نعم. سابقا. خلينا نقول الإرادة مثل ما حكيتي هي شيء جسمي ونفسي نعم. مشترك في معا. أسباب ضعف الإرادة واللي هي بتكون كثيرة، منها الخوف من الفشل أو مستحيلية الأسباب، خلينا نقول الحماس والاندفاع الزائد أحيانا، واللي ممكن نشبهه للومضة اللي تختفي بسرعة. الحماس الزائد ممكن أحيانا يسبب ما بعد الحماس الزائد الانهيار أو الفتور. بموضوع نعم. الإرادة الضغط النفسي، الظروف المعيشية اللي عم نعيشها، المجتمع المحيط، الملهيات، الشهوات، وهدر الوقت في أمور ربما لا تستحق، أو حتى غياب الدافع والغاية. أساليب تقوية الإرادة مثل ما حكيتي حضرتك: وضوح الهدف وتحديد الهدف، أن يكون الهدف واضحا ومحددا وملائما، ألا نعم. أبدأ بعدة أمور في وقت واحد كي لا أتشتت، التخطيط المسبق لأي هدف. وذكرنا أمثلة كثيرة عن هذا الأمر، مثل أي شخص عنده قطعة أرض بده يبني شيء على هاي الأرض، أكيد ما فيه مباشرة ينزل ويباشر أعمال البناء بدون تخطيط مسبق، شو بده نعم. يعمل صحيح. وكيف بده يبني هذا البناء. العزيمة، العزيمة والإصرار والنية أيضا اللي هي معقد العمل. النية مثل ما قال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طبعا النية شيء مهم جدا، وهي أكبر دافع، يمكن مثل ما ذكرتي في البداية أستاذة سلوى، نعم. النية هي أكبر دافع للعمل. انه نقوم بهذا نعم. العمل لازم يكون في نية مسبقة. الرعاية صحيح. الصحية مثل ما ذكرتي، والصحة الجسدية، واللي تعتبر شيء هام جدا ايضا في موضوع الإرادة، لانه احيانا الامراض او ذهاب الصحة الجسدية ممكن يدخلنا بحالة اكتئاب، ممكن يصيبنا بضعف، او ممكن حتى يذهب تماما الإرادة صحيح. نهائيا. دعم نعم. الآخرين، أو فينا نقول نحطها بين قوسين هي العطاء التبادلي. دائما يكون الإنسان يبني حياته على هذا الجسر، بالتواصل مع الاشخاص، انه يكون على مبدأ العطاء التبادلي، انه انا ماذا اكون شخص مستهلك لكل شيء، شخص مستهلك لنفسي بداية، مستهلك لمحيطي، مستهلك لمشاعر الناس، مستهلك احتاج الناس كثيرا. لذلك لازم يكون مبني على جسر العطاء التبادلي ما بيني وبين الاشخاص. ادعم الناس في مواقفهم الصعبة، حتى لما انا اكون في موقف صعب يكونوا جانبي ويدعموني. وهذا الأمر مثل ما ذكرتي حضرتك بيقوي عنا الإرادة بشكل كبير. وآخر نقطة واللي هي الأهم، أنه تكون العزيمة وقوة الإرادة تكون مستمدة من الله، الله الصمد الذي يلجأ له عند الشدائد. لما نحن بيكون عندنا هذا اليقين أنه رب العالمين موجود دائما، رب العالمين هو القوي، هو الأكبر من كل شيء،
هذا الأمر بيعطينا بالفعل قوة إرادة. وهذا الشيء اللي ذكر عن الرعيل الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال فيهم ملك الصين استنجد به ملك الروم، أرسل رسالة إلى ملك الصين يستنجد به من المسلمين، فقال له: ما لي بقوم لو أرادوا إزاحة الجبال لأزاحوها. يعني هي الإرادة اللي كانت موجودة عند الرعيل الأول، والعزيمة والإصرار اللي كان موجود عند الرعيل الأول بالفعل. يعني هذا الأمر لازم يكون مثال يحتذى به. هي كل النقاط اللي حكينا فيها أستاذة سلوى، أو اللي تكلمت فيها حضرتك. نعم صحيح، الله يجزيك الخير أستاذ فراس، تماما، ما شاء الله كاتبها كلها صحيح. والله حاولت رؤوس أقلام، يعني حتى ما نضيع مم. القيمة المعرفية اللي موجودة بهاي الفقرة يعني. لذلك بنحاول نكتب رؤوس أقلام، لأنه ربما أحيانا نفتح بث من البثوث، فما يكون في عنا موضوع معين، أنا برجع بفتح الدفتر وبنرجع بنحكي بهاي الأمور. طبعا الأخوة اللي موجودين معنا تحية لهم. إذا في أي استفسار أو في أي سؤال، يا ريت تكتبوا لنا إياه بالتعليقات عن هذا الموضوع. حتى إذا في عندكم مثلا أمر بتشوفوا إنه هذا الأمر يساهم في إضعاف الإرادة أو ضعف الإرادة، أو إذا شفتوا أيضا أمر ممكن يساهم في تقوية الإرادة عند الأشخاص، فيا ريت تتركوا لنا هذا الشيء بالتعليقات. أستاذة سلوى، إذا فينا نركز شوي على موضوع النوايا، موضوع النية، أهمية وجود النية وعزم النية أيضا، نعم. واللي بيجي بعد العمل، طبيعة تأثير النوايا على الغايات أو الأهداف، وطبيعة تأثيرها أيضا على موضوع ضعف الإرادة أو قوة الإرادة. نعم صحيح. هلا موضوع النية يعني هو فعلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه النية هي تجمع بين شيئين، يعني بين إني أنا أكون عندي رغبة شديدة لعمل شيء معين، وبين الغاية من عمل هذا الشيء، يعني جميل. تجمع بين هالشيئين النية. فالنية دائما هي شيء أقوى من الرغبة، يعني شيء بيكون أعمق وأقوى من مجرد رغبة. نعم. فوجود النية يعني معناها إنه أنا في عندي رغبة وفي عندي غاية، من يعني عم بسعى لها من خلال تحقيق هاي الرغبة، وفي عندي إرادة لعمل هذا الشيء، فهيدا كله خلينا نقول بشكل عندي النية. فإنما الأعمال بالنيات، مع هذا حديث شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله فعلا عليه كان وسلم. إنسان عبقري جدا، يعني هو حديث جدا عميق ويصف تماما ما معنى النية، يعني إنما الأعمال بالنيات يعني. فلاحظوا هون على قوة هون الكلمات، أو خليني صحيح. نقول عمق العبارة هون. بالفعل صحيح. الأعمال بالنيات، بالفعل الأعمال بالنيات. فالنية، موضوع النية جدا جدا مهم. خليني أقول حتى إنه إذا نحن ردنا نحكي عن العزيمة وعن الإرادة وعن الرغبات وعن الأهداف، فكأنه نحن عم نحكي عن النية. نعم. نعم. جميل. جميل جدا. طب الأشخاص الموجودين معنا، ما بعرف، يبدو ما في اليوم غريب الأمر. أخي عمر عرب، حياك الله. اليوم أول مرة يمكن تحضر معنا، يمكن فتت سابقا. حياكم الله. الأشخاص الموجودين معنا، والله يا ريت تشاركونا في الحوار. إذا في عندكم أي إضافة أو أي استفسار عن موضوع. طيب أخي خالد، رح أبعت لك جست، ولكن سامحني رح يكون الوقت ما في مشكلة، ولكن أتمنى أنه يكون ضمن الموضوع اللي عم نحكي فيه. أخي خالد، حياك الله. أخي عمر، حياك الله. أخي خالد، يسعد مساك. الله يسعد لي مساك أستاذ فراس. حياك والله الله. أنا هذا كتير موضوع يعني كتير مهم بالنسبة إلي، يعني بهي الجهة. أنا كان جميل. بدي أحكي بسرعة لأنه مشان الوقت أنا بعتذر منكم طيب. كتير. ولا يهمك. أنا كان عندي ورشة، يعني أنا وكتير يعني تأثرت بإنه أثابر وأفتح أكبر مجالي. جميل. بس وضع البلد، يعني أنا هون كمان باسطنبول، يعني كملك غير ولاي، يعني كتير تأثرت وانتصب علي وصار ضغط كتير شغل. والناس اللي حوالي يعني ما بتساعد، يعني ما في تشجيع، يعني سكر سكر سكر. بعدون أنا تميت لآخر خطوة حتى قبل ما اجى الشرطة وأخذتني يعني. فأنا بعد هالفترة هاي تميت بارغ بالبيت 4 شهور ما اشتغلت أبدا.
ولما يعني بلشت حلو. ايه، ولما بلشت صلاة يعني تغيرت يعني كتير النفسية عندي. يعني أنا ب4 شهور قاطع وبارك بالبيت. مظبوط. هذا الموضوع اخي خالد مهم جدا. يعني انت هتقول لما بلشت الظروف اللي بنعدي فيها احيانا، او الامور اللي ايه ممكن نعدي فيها، الاحداث الطارئه اللي ممكن تمر علينا مثل ما صار معك انت، ممكن تنزل مؤشر الاراده احيانا للصفر، وممكن احيانا تعدم اي اراده موجوده عندنا. ولكن الجميل في الموضوع انك عدت بعد هذه الفتره او هذه الاستراحه، وانه كان للصلاه اثر كثير كبير. استاذه سلوى، تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني كملي انسي سلوى. بس انا تميت سنة كاملة يعني، ومنهم 4 شهور كمان بالشغل قد ما ضغطوا علي انه اسكر، وصار علي دين كتير او ما سكرت، وفيت الدين وعلى 24 وخلصت ورجعت وقفت على نعم اجرام. نعم أنا موجودة معك. رجعت نعم طبيت. مغلق والله، كان المايك مغلق والله يا استاذه سلوى. نعم أنا أغلقته لأنه والله بصراحة نحن يعني بغرفة أخرى في سهرة، اه فأنا عم جميل. حاول قدر تمام الإمكان إنه ما يصير في ضجة عندكم، يعني تنتقل الضجة تمام للبث. تمام تمام. إيه. فأنا نعم هلا في شغلة أنا بس حابة إنه أعقب عليها على كلام الأخ خالد. أحيانا بعض الخسارات وبعض الصعوبات بتكون مكسب، مثل ما صار معك أخي، إنه أنت هاي الصعوبة اللي مريت فيها اللي هي متعلقة بمصدر الرزق، بقيت 4 أشهر وأنت قاعد بالبيت، وهذا أكيد شيء مو سهل أبدا، شيء صعب جدا. بس بنفس الوقت هذا الشيء خلاك ترجع إلى الله، مثل ما حسب ما فهمت منك، يعني إنه رجعت للصلاة، رجعت للعبادة، رجعت للارتباط بالله عز وجل، أو لتقوية علاقتك مع الله. فهذا هو يعتبر إنه دائما، يعني ما بعرف، أنا أحيانا بحس إنه الإنسان لما بيكون رب العالمين رايد له الخير ممكن إنه يرجعه خطوة لورا لحتى صحيح يخليه بعدين يقدم لقدام بخطوات كتير كبيرة. صحيح. فيعني ويمكن الأشياء اللي صارت معك ما فينا نعتبرها هي ضعف إرادة أو شيء متعلق بفشل معين، بقدر ما كانت الظروف الخارجية هي اللي لعبت دور كبير في الأشياء اللي وصلت لها، أو ممكن نقول يعني بالخسارة تعرضت لها، أو يعني بهي الصعوبة المالية أو المادية اللي مريت فيها. فإن شاء الله أزمة وبتزول، المهم إنه أنت رجعت لنفسك، رجعت إلى الله عز وجل، وهذا أهم شيء، وهذا صحيح بالفعل مكتب، باقي الأشياء إن شاء الله بتيجي بعدين. ان شاء الله. بس جميل. انا عندي مشكله اسف استاذ فراس، انا مشكله العشوائيه كتير عندي. يعني انه انا هلا مثلا عم بتسمع لفاضل سليمان التربيه الايمانيه، هذا كتير مهم نعم يعني للشباب الموجودين. انا بنصحهم يعني انه يسمعوا له. جميل. فاضل سليمان بيحكي عن التربيه الايمانيه. انا يعني اليوم انا كتير تاثرت، وشوي يعني صرت احس مثل يعني بكلامه، يعني انه صار يتحرك فيني شعور. انا كان يعني عندي النبض واقف يعني تماما، يعني لا النبض شعور ابدا. الإيماني، صحيح النبض ابدا. الإيماني كان واقف. صحيح. هذا القلب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، يعني كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يعني نعم القلب هذه المضغة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد. لذلك النبض الإيماني أحيانا بالفعل يتوقف، وأحيانا ينخفض، وأحيانا ربما يختفي. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يحرمنا من لذة وحلاوة الإيمان. جميل جدا أخي خالد، أنت ذكرت موضوع التشتت. فأنا رح أطلب منك نصيحة مثل ما نصحنا الأستاذ وسيم في الحلقة الماضية، الحلقة 29، إنه خطط، ولو خطط. قول أنا بكرة لازم أعمل هيك، أنا لازم أساوي هيك، هذا التوقيت. هي أنا ما عم بقول لك خطط بشكل تفصيلي يعني كل ساعة بساعتها، لا. اكتب على ورقة، أو اكتب على تليفونك، أو سجل صوت على تليفونك أنت لنفسك يعني. سجل صوت أنه أنا بكرة لازم أعمل هيك أعمل هيك. فيك تشتغل على مبدأ المنبهات. يعني فيك تدخل على الساعة في التليفون، تساوي منبه أنه أنا الساعة الفلانية لازم أقوم بهذا العمل. هذا الأمر راح يساعدك كتير، وتلقائيا مرة بعد مرة ان شاء الله راح تشوف انه حياتك بدأت انها تتنظم. الاعمال اللي عم بتقوم فيها، النوايا مثل ما ذكرت الاستاذه سلوى، واهميه وجود النيه. عزوم النيه انه انا غدا باذن الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله.
عزوم النية، وقول إن شاء الله أنا غدا لازم أعمل هيك وأعمل هيك وأعمل هيك، وشوي شوي راح تلاقي حياتك بإذن الله عم تتنظم شيئا فشيئا. وإن شاء الله ما دام قدرت إنك تتخطى العقبة اللي كانت بطريقك، إن شاء الله هذا دليل على إنه في عندك إرادة وفي عندك عزيمة، وإنك إن شاء الله هذا الأمر اللي عدى فيك إيجابيا خلاك ترجع لرب العالمين. ان شاء الله. بس في عندي موضوع كمان بس مهم، بس ده الله الانسة سالي. بس عم بصير معي مشكلة، يعني انه لما عم بنام انا واذا اجى حدا فياني يعني بقوم بكمشه هيك وبصرخ، بعدين بعد شوي بحس حوالي انه انا بارك والشباب كل الخلق عم بتطلع فيني. يعني انه هذا الموضوع صار تكرر اكثر من مرة، وانا يعني ما بحدا ينام جنبي ابدا، يعني انه ولا بحدا يفيقني. يعني كون انا من فترة 3 ايام كان في ينام هون عندي، يعني انه قال لي بدي اجي انام عندك وهالقصه. عم بشيل سماعات من اذني، وانا يعني لما فقت وعيطت انا شفت يعني زلمه اسود باسود بس، ويعني كان مشغلين الاضويه وانا ما شفت حدا ابدا الساعه 2 بالليل. يعني هذا صار اكثر من مره تكرر عندي يعني. هلا هي ردة الفعل. ممكن يكون الامر، هذا الامر ممكن يحصل عن كثير من الاشخاص اخي خالد. انا فيني احكي عن نفسي، يعني انا من شوي قبل انطلاق الحلقة فكنت والله غفيان، يعني كان اخذ غفوة، ففقت قبل الحلقة يمكن ب10 دقائق، فكنت شوي ملبك او متكركب، يعني ما لحقت اجمع افكاري. فهذا امر طبيعي ممكن يحصل مع كثير من الاشخاص. لا لا كثير تفكر بهذا الموضوع، ما كثير تفكر بهذا الموضوع ما دام الاذكار موجودة. شوف، ما دام اذكارك موجودة، ما دام محافظ على صلاتك، اذكار قبل النوم موضوع هام جدا، حاول انك ما تتركه نهائيا، وإن شاء الله هذا الموضوع يعني لا يذكر. أستاذة سلوى، في تعليق شيء على هذا الأمر اللي حكاه الأخ خالد؟ يعني هو الصراحة ما بعرف إذا كان هو نوع من أنواع الكوابيس أو إذا كان أول ما بيصحى من النوم بيكون لساته بمرحلة هي بين اليقظة وبين النوم. فهو بيكون الشخص ممكن إنه حواسه عم تشتغل وفتح عينيه بس لسه ما صحي بشكل كامل. فممكن إنه يبلش يصير يعني يشوف أشياء هو بيشوفها مثلا. شاف ممكن يكون شخص واقف أمامه ولكن هو يشوفه بهيئة سوداء أو بهيئة مثلا إنه بهيئة تانية، ما يفسر المخ إنه هذا شخص يعني. أو خلينا نقول حواسه فتح عيونه والأشياء اللي عم بيشوفها المخ ما عم بيستقبلها أو عم بيفسرها بالطريقة الصحيحة لأنه هو لسه بين الصحو وبين النوم، يعني بين الغفوة. صحيح. فما بعرف يعني طبيعة إنه هو كيف بيستيقظ، كيف يعني ضروري إنه هو يفيق بالتدريج أو إذا حدا عم بيفيقه يفيقه بهدوء، يعني إنه لحتى نعم. يرجع الوعي شوي شوي. ما يكون تمام. يعني إنه حدا يصحيه بشكل فجائي أو بصوت عالي أو بنكشة قوية. صحيح. لا وهذا الأمر والله أخي خالد أنت لازم تنبه الأشخاص اللي موجودين حولك لهذا الأمر، لأنه بالفعل مثل ما ذكرت الأستاذة سلوى، احيانا ممكن اذا يعني احد الاشخاص يعني فيئك بطريقه خلينا نقول قاسيه نوعا ما، ممكن هذا الامر يسبب عندك رده هي الفعل. فلذلك انت لازم تخبر الاشخاص اللي حولك انه يا جماعه انا هيك وضعي، يعني بتمنى من الشخص اللي بده يفيقني انه يفيقني باسلوب، يعني انا ما فيني نعم. فورا افيق. او تشرح للاشخاص اللي حولك دائما، لما انت بتخبر الاشخاص اللي حولك على الامور اللي انت بتريدها، اكيد انت بتكون عم تحط دستور لنفسك. هذا الدستور ممكن انه يعاملوك الاشخاص اللي حواليك من منطلق هذا الدستور، ممكن يكون خوف نعم. عليهم. نعم. تماما. واحيانا يعني هلا نحن عم نحكي بشكل خليني اقول انه ظاهريا ظاهر الامر هيك، بس احيانا ممكن يكون كمان سبب هذا الشيء اسباب تانية قديمة. ممكن يكون يعني مثلا هو عم بيعاني من الخوف بشكل عام، عم بيعاني من التشتت بشكل عام. إذا كان شخصية قلقة عم بيعاني من القلق، فكمان الأرق والقلق بيسبب هاي الأشياء، يعني بيسبب صحيح. مشاكل النوم كلها. من ضمنها إنه الشخص ممكن يفيق وهو مرعوب أو يفيق وهو خوفان، أو يصحى من النوم بس ما هو صاحي بشكل كامل، يصحى بهي الطريقة اللي عم بيحكيها الأخ خالد، إنه يتهيأ له أشياء أو يشوف أشياء بشكل نعم. معاكس أو بشكل مغلوط. فكتير أسباب والله ممكن تكون سبب هذا الشيء. اخي خالد، بتمنى لك التوفيق طبعا ان شاء الله في الايام شكرا القادمه. كثير على كلامكم معي، يعني وانا يعني الحمد لله انه فضل الله كثير عم بستفاد من هذا البث، يعني منك ومن انسي سلوى ومن الجميع.
يا أهلا وسهلا فيك أخي أهلا أمين. وسهلا فيك أخي خالد، حياك الله. شكرا كثير لك على هاي المداخلة. الأشخاص الموجودين معنا، أي شخص في عنده سؤال أو في عنده تعليق، أنا سجلت بعض التعليقات اللي كتبوها الأخوة. الأستاذة نونا كتبت إنه موضوع الفشل أحيانا، أستاذة سلوى، موضوع الفشل بيكون دافع قوي. موضوع الفشل بيكون دافع قوي لأنه ليقوي إرادتنا أكثر أحيانا ويدفعنا نعم. بشكل صحيح. أقوى تجاه أهدافنا. نعم. نعم. فما رأيك بهذا الموضوع، موضوع الفشل الإيجابي طبعا تماما. نعم. والفشل السلبي يعني؟ نعم. كتير أحيانا نحن مرات إنه فشلنا بأمر معين ممكن إنه خلينا نوقف شوي ونعيد، خلينا نقول صياغة أهدافنا أو نعيد مخططنا أو نعيد نراجع أنفسنا ليش فشلنا، شو سبب الفشل، هل ترى الظروف هي اللي خلتني أفشل، أو كان ضعف إرادة مني، أو كان في خطأ معين مني، أو ما كان في متابعة، أو إلى آخره. فبيكون فعلا دافع كبير إنه أنا لأ بدي أنجح، يعني حتى أثبت لنفسي إنه أنا ما راح، يعني أنا فشلت بس بهذا الموضوع، بس ما راح يتكرر هذا الفشل أكيد. فده ممكن إنه يعطيني قوة. أحيانا نشوف بعض الحالات إنه الفشل لأ بيخلّيهم يستسلموا لهذا الفشل، بيصير عندهم صحيح. إحباط كتير كبير، بحيث إنه ما يعودوا بقى يقدروا إنّن يرجعوا إنه يحاولوا مرّة تانية، أو يكون في عندهم إقدام لإنّن هنّن يجربوا شيء تاني، أو يغيروا الخطة، أو يغيروا الهدف. فبتلاقي إنه استسلم لهذا موضوع الفشل، واعتبر حاله إنه هو شخص فاشل. يعني أغلب الأشخاص اللي بيفشلوا بشيء معين وبتحس إنه هذا الفشل عكس بشكل سلبي عليهم، لأنه هن أساسا حملوا فكرة سلبية عن نفسهم نتيجة هذا الفشل، إنه أنا شخص فاشل وما بقدر إنه أعمل شيء، أو أنا يمكن بينقصني كتير أشياء. فلا، وفي أشخاص لا بالعكس، لما بيفشلوا بشيء بيقول هي ما هي نهاية العالم، مو معناتها أنا صحيح. شخص فاشل، هي حياة طويلة عريضة، أنا فيها النجاح وفيها الفشل. مرات بنجح، كمان مرات بدي أفشل، بس المهم إنه نتعلم من هذا الفشل، ناخد درس منه، وما نحاول نرجع نكرر نفس الأخطاء ونفس الأسلوب ونفس الطريقة اللي ودت لهذا الفشل. صحيح، جميل. هيك بنكون عم نحكي يعني او عم نأصل موضوع الفشل ما بين الفشل السلبي والفشل الإيجابي. طبعا الحكمة، نعم. قرأت حكمة تقول: النجاح يكون موجود في الجهة الأقصى من الفشل. يعني الفشل شيء ضروري في حياة نعم. أي شخص حتى يقدر يصل للنجاح. تعليق آخر أيضا من الأخت سارة، كتبت إنه موضوع التسويف، وهذا موضوع هام جدا لازم إنه نحكي عنه. نعم. هلك المسوفون اللي بيعيشوا نعم. دائما حياتهم: سوف أفعل كذا يوم كذا، وسوف أفعل كذا يوم كذا. والتسويف أمر كتير خطير. وأظن أستاذة سلوى إذا في عندك أي تعليق على هذا الأمر وتأثير نعم. التسويف على موضوع ضعف الإرادة. نعم. يعني هلأ التسويف خلينا نقول بعبارة بلغتنا العامية، بنقول اللي بيكتر حكي على الفاضي، يعني اللي نعم. بيقول إنه أنا رح أعمل هيك ورح أعمل هيك. وبعض الأشخاص من خلال هذا الكلام بيشعروا برضا وكأنه عملوا هذا الشيء، بس بيجوا على الفعل صفر، ما في أي شيء. هو هذا بالضبط ترجمة أخرى لموضوع ضعف الإرادة، التسويف. إنه أنا قاعد وعم بحكي بدي بكرة أعمل هيك وعم خطط هيك وبدي أتعلم اللغة وبدي أساوي هيك وبدي أفتح مشروع الفلاني وبدي أكمل دراستي وبدي أطلع الأولى. طيب أنت عم تحكي كل هاي الأشياء، وين العمل؟ وين فعلك؟ وين تخطيطك؟ يعني هاي الأقوال، أو خلينا نقول هاي الرغبات كلها اللي عم تحكيها، ما فعلا رح تبقى حبر على ورق بدون خطوة عملية للأمام فيها، دون قوة إرادة لتنفيذها والاستمرار فيها. فكتير من الأشخاص نحن ليش بنشوف التسويف عند بعض، يعني هلأ في بعض الناس بيكونوا ضعيفين إرادة بس ما في تسويف عندهم، في بعض نعم. الناس بتحس إنه في ضعف إرادة وفي تسويف، لأنه صحيح. في دافع نفسي وراء هذا التسويف. إنه بيجي الشخص لآخر النهار بحس حاله مقصر، بحس حاله ما عمل شيء، بحس إنه هو ما أنجز شيء أبدا، في طموحات وآمال كتير براسه ما عم بيشتغل لشيء. فبيجي بيشعر نوع من أنواع الرضا النفسي. طبعا هو هذا سطحي، هذا الرضا مو إنه دائم ومؤقت. نعم. بيشعر نوع من أنواع الرضا النفسي لما بيقول بكرة بدي أعمل هيك. هو عبارة عن تخطيط سريع، يعني إنه أنا خلص بكرة بدي أبدأ هيك وبكرة بدي أعمل هيك وبكرة، وبيجي بكرة وبيرجع بيعيد نفس الكرة من اليوم اللي قبله. يعني لا بيخطط لا بيعمل شيء ولا بيكون في شيء جديد بحياته يعني.
فهذا نوع من أنواع إنه خلينا نقول البنج اللي ممكن الشخص يعطيه لنفسه في حال لما بيحس حاله إنه هو للحظات وقف وأنا ما عم بعمل شيء ولا عم بتقدم ولا عم حقق شيء. فهو نوع من أنواع التخطيط السريع الغير مدروس اللي ممكن إنه الشخص بيرضي فيه حاله إنه أنا بدي أسوي هيك، بس بالأخير بيطلع عبارة عن تسويف، نعم، لأنه هو أبدا ما عم بيخطي ولا خطوة عملية اتجاه الأمام. مثل القصة الشهيرة اللي كانت موجودة في المناهج التعليمية في المرحلة الابتدائية، هي قصة سباق الأرنب والسلحفاة. يعني الأرنب سلحفاة. الأرنب قال يعني خلص إنه أنا راح أفوز، يعني أنا أسرع من السلحفاة، فممكن إني آخذ استراحة. ولكن السلحفاة مشيت على الحكمة اللي تقول: من يمشي هونا يمشي دهرا، أو يصل أولا. فوصلت السلحفاة، الأرنب كان مسوف. هلا أخي بشير، حياك الله. طيب أستاذة سلوى، في أيضا معنا الأخت وحيدة. الأخت وحيدة كالقمر، يعني كمان ذكرت موضوع هام جدا والله، وبتمنى أنك أنت تعطيها نصيحة. عم بتقول: أنا فشلت كوني ما عرفت أربي أولادي، هذا الإحساس رح يدمرني. فلما سألتها أنه مين اللي قيم هذا الأمر، فعم بتقول لي أنه أنا والأشخاص، يعني الأشخاص اللي حولها، كل مين شاف وضعهم عم يقول أنه أنت فشلتي. فيبدو أن رهينة أو سجينة هذا الكلام. فيا ريت تقدمي لها نصيحة والله يا أستاذة سلوى. نعم، يعني هلا نحن مرات ممكن إنه نعمل شيء أو نجتهد لشيء، وبعد فترة من الزمن نكتشف إنه كان غلط أو كان في أخطاء كتير يمكن نحن عملناها بدون ما نكون على دراية إنه لتأثير هذا الخطأ، أو ممكن يكون أحيانا ما لنا واعيين تماما إنه الأشياء اللي عم نعملها هي كانت خطأ وفي إلها أثر سلبي. موضوع تربية الأولاد، إيه ممكن يصير بعض الآباء والأمهات لفترة معينة من أعمار أولادهم يحسوا إنه نحن كنا غلطانين بكتير أشياء بتربيتنا لأولادنا، ولكن هذا الإحساس ما لازم يدفعنا إنه نقول عن حالنا نحن فاشلين. لأ، خليني أقول إنه يمكن أنا طريقتي بتربية أولادي كان فيها أخطاء كتير. في فرق يا جماعة كتير كبير بين إني أنا أقول أنا فاشلة وبين أقول إنه أنا كان في بعض الطرق اللي استخدمتها بتربية أولادي كانت خاطئة أو صحيح. كانت فاشلة. صحيح. ليش؟ لأنه لما بقول أنا فاشلة فأنا أعطيت حكم على ذاتي، فلحالي نفسيا خليني أقول عقليًا وإراديًا بصير باتصرف على هذا الأساس إنه أنا فاشلة، يعني لأنه برمجت دائمًا نفسي على الفشل. نعم، لأنه حديثنا الذاتي مع أنفسنا كتير بيأثر على أفكارنا، على طريقة فكرنا، على طريقة نظرتنا لحالنا. فإذا كانت نظرتنا لحالنا نظرة سلبية، فهذا كتير رح يعكس على بقى طيب المستقبل جاي والأيام جاي، بيأثر على إنه في إمكانية إن أنا أغيّر، إمكانية إنه أنا أعدّل، إمكانية إنه أنا ممكن أتلافى هذا الخطأ. فمجرد جميل. ما أنا عم باقول أنا فاشلة فأنا وقّفت كل هاي الأشياء، خلص أنا فاشلة. بينما لمّا باقول إنه أنا ربّيت يمكن ولادي في أشياء كانت خاطئة، فباصير بابحث وين كان خطأي، وين كانت الطرق اللي أنا استخدمتها وكانت خاطئة وأثّرت سلبيًا على أولادي. نعم. هل ترى فعلًا إنه إذا كان في سلبيات بأولادي والناس حوالي وأنا عم باعتبر طريقة تربيتي هي هي الخاطئة، يا هل ترى فعلًا هي تربيتي هي الخاطئة، والّا كان في أسباب تانية مؤثرة هي اللي أثّرت؟ فبحثي بالأسباب بالأول بيخلّيني أحط إيدي على السبب، وين أسباب خلّيني أقول أو وين الأخطاء صارت بالتربية، وخلّيني أتلافى ما يمكن تلافيه، خلّيني صحّح ما يمكن تصحيحه، خلّيني أتدارك ما يمكن تداركه. فهون أنا ممكن في أشياء ما تصلّح، ممكن في أشياء ما تتعوّض، بس بهاي الطريقة أنا على الأقل باطلع بأقل الخسائر من هذا الموضوع. جميل. جميل. نعم، هي عم تقول فأختي إنه يعني أنتِ ما تجلدي ذاتِك، يعني صحيح. أنتِ لمّا عم تقولي أنا فاشلة كوني ما عرفت ربّي ولادي وهذا رأيِك ورأي الآخرين، فأنتِ هيك عم تجلدي ذاتِك. يعني نحن كلياتنا بنخطئ، ويمكن إذا كنتِ يعني وإذا ما كان حواليكِ ناس داعمين وأكتر خبرة منِّك بتربية الأولاد، فطبيعي يصير عندِك بعض الأخطاء. فمعلش يعني ما في شي ما بتصلّح، فيكِ إن شاء الله إنِّك ترجعي تعيدي النظر بالطرق اللي استخدمتيها، أو إنِّك إذا أولادِك هلأ حاليًا كانوا بعمر ممكن إنِّك تتحاوري وتتناقشي معهم، ممكن إنِّك تقعدي وتتحاوري وتحكي وحتى تعترفي بأخطائِك أمام ولادِك، يعني لأولادِك جميل. قولي لهم إنه أنا مثلًا يا ابني أنا يمكن كنت مخطئة لمّا دلّلتكم زيادة،
أو كنت مخطئة مثلًا لمّا كنت قاسية عليكم كتير مثلًا، يعني ما بعرف بقى أنتِ وين الخطأ كان لحتى عم تعتبري حالِك أم فاشلة، ففيكِ تقعدي مع الأولاد وتعترفي بهي الأشياء أمامهم، هذا جدًا صحيح بيساعدِك لتصحيح هي الأخطاء. صحيح صحيح والله يا أستاذة سلوى، والله يا نعم، أخيتي هذا يعني هذا الموضوع مهم جدا. إنه جميل إنه الإنسان يحاسب نفسه، وجميل إنه الإنسان يسلط الضوء لذاته على أخطائه، ولكن ليس من الجيد إنه الإنسان يبقى سجين هاي الأخطاء، وإنه الإنسان يجلد ذاته بشكل كبير جدا، لدرجة إنه تضعف عنده الإرادة، وتضعف عنده الانطلاق إلى أي شيء. ما في شيء فات ما نعم، دام الوقت موجود، ما دام رب العالمين أعطانا فرصة في هذه الحياة، فلا يوجد شيء مستحيل ولا يوجد شيء فائت، فإن شاء وخاصةً الله. نعم، صحيح. نعم. صحيح، وخاصةً عم بتقول إن هي ربِّت تربية حسنة وربِّت تربية جيدة، فإن شاء الله الأساس متين متل ما حكيت أستاذ فراس، وإن شاء الله رح إن تقدر إن شاء شاء الله تتجاوز هي وياهم هاي الصعوبات اللي ممكن إنه يكون حاليًا عم بيعانوها. هلأ أنا بس عم لاحظ من تعليقات الأخ خالد هيك عم بيحاول إنه الله. نعم. يوجه رسائل كتير جميلة، إنه جميل. عن خلّيني أقول فوائد القرب من الله، إنه عم بيحكي عن نعم. أشياء كان يعاني منها ومجرد إنه هو سيتقرب من الله عز وجل وصحح خلّينا نقول علاقته مع الله، فحس إنه هاي الأشياء كتير عم بتخف وعم تختفي عنده، فهذا شيء جدًا، جدًا جميل يعني الله يجزيه الخير، وبالفعل صحيح. أنا يعني بأيّد وبأكد على هذا الكلام إنه العلاقة مع الله عز وجل كتير بتشيل ثغرات وصعوبات وصخور من حياتنا. جميل جدا والله، هذا أمر يعني لازم نركز عليه في كل نعم، موضوع بينطرح. وهي الإضاءة وهي الترابطات، المقاربة اللي عم نحاول نعملها ما بين علم النفس وما بين الروحانيات اللي موجودة في ديننا الإسلامي. طبعا نعم، الصلاة أو العبادات بشكل كامل مثل ما حكينا مسبقا، لما اللي احنا بنكون عم نأدي هي العبادات ليس كفرض فقط، عم نأدي هي العبادات بجوهرها، عم نكون واعين تماما لجوهر هذه العبادات، مثل الصلاة واللي هي تعتبر عماد الدين. من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وهي أهم ركن بين أركان أو بين الأركان التي بني عليها الإسلام. لأن الحديث أو نص الحديث يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني صلى الله عليه الإسلام وسلم. على خمس، يعني أن هذه الخمس أمور هي أهم الأركان التي بني عليها الإسلام، والتي تعتبر الصلاة بعد الشهادة تعتبر هي أهم الأركان. فلذلك الصلاة لها جوهر، لما بنكون واعيين لهذا الجوهر، لما بنأدي هي الصلاة بهذا الجوهر، أكيد راح يكون في إلى انعكاس نفسي، بداية على ذواتنا، وبعدين راح يكون في إلى انعكاس على شخصيتنا وبناء شخصيتنا، وأيضا على إرادتنا. عم نعم. بيقول أخ خالد يعني ما في حب، بس بشوف كل الناس عندي كويسة. يعني هلا هو عم بيقول إنه بشوف كل الناس، نظرته إيجابية لكل الناس. يعني ما نعم. بعرف حقيقة هذا الأمر يعني ممكن يكون في له انعكاس سلبي، ولا هو أمر جيد أستاذة سلوى؟ لأ، يعني هلّأ هو لأ أمر جيد يُعتبر، يعني هلّأ أنا في فرق بين إني أنا في عندي نظرة إيجابية للناس، وبين إني أنا عندي ثقة عمياء بالناس. يعني جميل. الثقة العمياء هي اللي لها أثر سلبي علينا، بس جميل جدا. نظرتي إنه يكون في عندي نظرة إيجابية للآخرين، فهي النظرة الإيجابية كتير بتعكس إيجابيًا علي، أصلًا لمّا بيكون أنا كشخص عندي نظرة إيجابية للآخرين، فهي النظرة أساسًا هي نبعت من نظرتي الإيجابية للحياة، وحسب ما فهمت من الأخ خالد إنه يمكن هلأ علاقته مع الله عز وجل هي اللي عم بتخلّيه إنه فعلًا يشوف الحياة حلوة ممكن رغم كل الصعوبات اللي عم يمُر فيها. في عنده نظرة إيجابية للحياة، في عنده نظرة إيجابية لنفسه، ولدت هاي النظرة الإيجابية للناس. وكنت على طول متضايق قبل الصلاة، وبنصح كثير من الناس يسمع فاضل سليمان. أكيد يا أخي خالد، تربية أي شخص. الإيمان. نعم. أي شخص ممكن يدلنا على الله عز وجل، بس أنا أعيش في عشوائية. العشوائية حكينا فيها والله يا أستاذي الكريم. قلت لك يعني لازم تبدأ أنت ولو بشكل مبسط جدا،
يعني تبدأ تحاول إنك تنظم حياتك، وراح تشوف كيف الأمور راح تختلف معك بشكل نعم نعم. كبير جدا. واحيانا كمان يعني استاذ فراس، احيانا احنا كمان ما نحمل حالنا يعني اكثر من طاقتنا او صحيح. مسؤوليه كثير كبيره. صحيح. احيانا الظروف اللي حوالينا ممكن هي كمان تساهم بهي العشوائيه. يعني مثلا ممكن، وخاصه كشباب، يعني قدامهم تامين المستقبل، تامين حياه، ممكن يكون مثلا متزوج عنده اولاد في مستلزمات، وعايش حاليا بمدينه ممكن يكون فرص العمل ما كثير متوفره، عم يحتار مثلا شو اشتغل وين بدي اشتغل وكيف بدي ادبر اموري. فهي الأشياء كلها أحيانا ممكن تعمل نوع من أنواع العشوائية بحياتنا، بس بتكون إن صحيح. شاء الله عشوائية مؤقتة. يعني مجرد ما إني يلتزم بعمل معين ويحس حاله عم يأمن احتياجاته على الأقل الأساسية، فهذا الشيء بيرجع ما بشوف إلا حياته بلشت تنتظم نوعا ما. فأحيانا نحن شوي ما نقسى كتير على حالنا أو نحمل حالنا عبء كتير كبير أو فوق طاقتنا. كمان صحيح. أحيانا الظروف تلعب نوعا ما دور بشوي خليني نقول يعني طباعة حياتنا بطبع أو بطبيعة معينة، يعني جميل. بعشوائية أو فوضى. ولكن نحن دائما بنقول إنه بنحاول قدر الإمكان ما نخلي الظروف كاملا تتحكم فينا. ممكن نحن كمان نشتغل ونسعى ونجتهد. اسعى يا عبدي لأسعى معك. إنه نشتغل ونسعى ونجتهد لحتى نغير شيء من ظروفنا ومن واقعنا. بس بنفس الوقت يعني إنه يعني نكون واقعيين بالنظر لهي الأشياء، وما نحمل حالنا دائما أكبر من طاقتنا. جميل جدا أستاذة سلوى. في مم. موضوع إنه أحيانا يفرض على الشخص تواجده في بيئة مختلفة عن توجهاته، في بيئة مختلفة عن غاياته، عن أهدافه. هذا الأمر، نعم أو ممكن يضطر إنه يشتغل بعمل هو أساسا لا يحب هذا العمل بسبب نعم. الظروف اللي ما حكينا. هل هذا الأمر ممكن يأثر بشكل كثير كبير على موضوع الإرادة، ضعفها، أو حتى أحيانا تقوية الإرادة؟ أكيد نعم، بيلعب دور كتير كبير. يعني إنسان مو قليل إنه هو فجأة إجا على مدينة جديدة وغريبة في كل شيء، يعني في العادات والتقاليد واللغة وحتى العمل. ممكن يشتغل بمجال غير مجاله وغير تخصصه وما عنده خبرة فيه. فهذا إيه ممكن يعني هذا بيشكل صعوبات ضاغطة على الشخص. فهذا ممكن يلعب دور بضعف الإرادة أو شعور الشخص بانخفاض الطاقة أو شعوره بالتعب. بيساهم، ولكن بنفس الوقت أحيانا يعتبر دافع. نعم. إني أنا كيف بدي أتكيف مع المدينة الجديدة، أنا كيف بدي أعيش، كيف بدي أدبر أموري. لازم أكون قوي، لازم أصبر، لازم أثبت. وهذا أحيانا كمان لازم يقوي علاقتنا مع الله أكثر. نعم. فيعني أحيانا هو سلاح ذو حدين. يعني ممكن إنه لا يخليني إنه أنا أحبط، يعني يصير عندي إحباط، يصير عندي هيك شعور باليأس نوعا ما، أو انخفاض بالطاقة وانخفاض أو ضعف بالإرادة. وأحيانا ممكن إنه لا يشكل لي دافع قوي إني أنا لحتى أستمر وأشتغل ولازم أنجح، ولازم أواجه هاي الصعوبات والتحديات كلها. هلا الفرق بين الشخص اللي ممكن يكون إنه يصير عنده ضعف إرادة والشخص الثاني اللي ممكن يكون هاي الصعوبات دافع له، هو مدى خلينا نقول فكرتي عن الحياة بشكل عام. يعني هو جميل. كتير المعتقدات والأفكار جميل. والمشاعر وأفكارنا عن حالنا، أفكارنا عن حياتنا، عن الحياة بشكل عام، فكرتي عن سبب وجودي، هدفي من الحياة. كله هذا بيساهم إما إني أنا يصير في عندي إحباط، ويصير عندي إنه يأس وخمول وضعف بالإرادة واستسلام، وإما ممكن إنه يدفعني إني أنا أقوى أكتر وتابع وأستمر وجاهد وأشتغل. نعم جميل. جميل. وهذا الأمر يمكن أيضا تكلمنا فيه سابقا، إنه الإنسان هو نتاج أفعال الإنسان، هي نتاج ما يفكر به، أو نعم. ما يتلقاه مسبقا، ما إن كان يفكر عن طريق. به. نعم نعم. نعم، ما إن- يفكر به، لأن كل شيء يبدأ بفكرة. حتى الله صحيح. عز وجل لما قال بكتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. يعني نعم. إن الله لا يغير ما بقوم، سواء من نعمة أو نقمة، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. يعني إذا كان الإنسان حاله كتير منيح وكتير عم ينجح ما شاء الله، ويعني إنسان ناجح بكل المقاييس، فإذا غير هو للأسوأ فحاله رح يتغير أكيد أكيد. للأسوأ.
أكيد. وإذا كان شخص بالعكس عايش مشتت فوضى مثلا بعيد عن الله، يمكن في عنده أفكار سلبية كتير عم تتحكم بحياته، فالله سبحانه وتعالى ما بيساعده على التغيير إذا ما هو أصلا غير ما بداخله، غير ما صحيح. بفكره، غير ما في معتقداته من سلبيات. لذلك كان الحديث مسبقا انه والله لو اجتمعت الامه كلها على تغيير شخص معين لن يستطيعوا تغييره ان لم يكن هنالك دافع من ذاته، دافع من نعم، الداخل يعني. موضوع صحيح. الدافع من الداخل موضوع هام جدا والله. اي منطلق، وهو بيكون اساس المنطلق اساسا للتغيير. اي انسان مثل هلا الاخ خالد، النماذج اللي عم يحكيها او الامور اللي عم يحكيها، لما هو كان في عنده هذا الدافع قدر انه يتغير رغم سلبية المجتمع المحيط فيه، رغم سلبية نعم، المواقف اللي عم يمر فيها وصعوبة هاي المواقف، ولكن قدر انه يتغير. ليش؟ لانه كان في دافع بالاساس من ذاته. لذلك الدافع الذاتي موضوع هام جدا. وبنرجع مندور بفلك الكلام اللي كنا عم نحكي فيه، يعني موضوع النية، عزم النية انه انا لازم اتغير، انا لازم اني اغير من حياتي، انا لازم اغير من شخصيتي، لازم اوسع من افق معرفتي. وهذا دليل على حضور اشخاص لهذه البثوث وسماعهم لهي المواضيع ومشاركتهم ايضا بالحوار. طب استاذه نعم، سلوى، اذا فينا نحكي حتى ما ناخذ من وقتك كثير، اذا فينا هلا نحط نصائح للاشخاص، ان كان اصحاب الاراده الضعيفه حتى يقووا ارادتهم، وان كان اصحاب الاراده القويه حتى يحافظوا على هذا الرتم، نصائح نحطها ونسجلها ونكتبها حتى نحفظ هاي النصائح ونحاول انه نعم، نطبقها على ارض الواقع. نعم. طبعا كنصائح في عجالة. هلا أول شيء نعم. يا جماعة، نحاول قدر الإمكان نحط هدف لحياتنا، وهذا الهدف نحاول ما يكون كتير بعيد المدى، وخاصة إنه يمكن كلياتنا نحن هلا عايشين في بلاد اللجوء، يعني ممكن إنه يكون المستقبل بالنسبة لنا البعيد مو كتير واضح. صحيح. نحاول قدر الإمكان نحط هدف قريب المدى نوعا ما، ملائم لإمكانياتي وقدراتي الحالية. وأيضا إنه ما شتت حالي بكتير أهداف، ما شتت حالي بكتير طموحات وآمال، لا خليني أكون واقعي. ظروفي الحالية وبيئتي وإمكانياتي وقدراتي تسمح لي بهذا القدر من الأهداف أو بهذا القدر من العمل، فإيه فيني أنا بحدود هاي الأشياء حط أهداف مناسبة وملائمة واشتغل عليها. ودائما يكون في عندي نية حاضرة، نية لإنجاز هذا العمل، وربط هذا الإنجاز، ربطه بغاية سامية، ربطه بالله عز وجل، لأنه هذا الربط كتير بيعطيني قوة، بيعطيني صبر وجلادة وثبات. يعني رب العالمين هو وحده اللي بيعرف إنه كيف بيزرع فينا هاي الأشياء. نعم. الشغلة الثالثة إنه نوعا ما نحاول ندير بالنا على صحتنا قدر الإمكان. نحاول نوعا ما ننسى حالنا مثلا أثناء اليوم من شرب الماء. شرب المي كتير مهم، بيعطي طاقة للجسم، بيخلص الجسم من السموم. هي شغلة بسيطة بس هي كتير بتأثر يعني على صحتنا الجسدية. نحاول نوعا ما إنه نحافظ على نومنا، نبعد المشتتات، نبعد الأشياء اللي ممكن إنه تأثر على النوم. يعني كمان لنفسنا علينا حق نعم. نبتعد نوعا ما عن هدر الوقت بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة أخطر من فيروس كورونا. نحن كتير صحيح. احتفلوا بفيروس كورونا وصرنا نستخدم الكمامات والتعقيم والأوبر يعني والجرعات اللي أخذناها وإلى آخره يعني. فنحن يعني هذا وسائل التواصل عن جد أنا بشبهها هي شيء، هي فيروس خطير خطير جدا، بس دخل لحياتنا، تحكم بحياتنا بطريقة نحن فعلا بنشوف. يعني إذا وقفنا شوي وطلعنا إنه أنا حياتي كلها أول ما بصحى من النوم بفتح الموبايل، وقت اللي بدي أروح وأثناء شغلي بفتح الموبايل، ويمكن بعد ما أخلص صلاة بفتح الموبايل بوقف. يعني الموبايل أو خلينا نقول وسائل التواصل عم تدخل بأدق تفاصيل حياتنا لدرجة ما عم نقدر صحيح. نركز بشيء، وما عم نقدر إنه نحن نعيش اللحظة. كثير مهم نحاول نعيش اللحظة. طيب نحن نعيش وقتنا الحاضر. الواقع. صحيح. نعم، نعم. كمان بحب أنا أنصح بشغلة إنه ما ننسى الحاضر، ما ننسى حاضرنا. نحن عشنا يعني خليني أقول من دقيقة، يعني الدقيقة اللي هلأ مديت صارت من الماضي. نحن صحيح. في إلنا ماضي واضح بالنسبة لنا لأنه عشناه وراح وصار. فمعظم الناس بصراحة مشغولين بالماضي اللي راح بالتحسر عليه، أو مشغولين
بالقلق والخوف من المستقبل اللي جاي، والنتيجة الحاضر عم يضيع بيناتهم. كتير مهم إني أنا أحاول ركز على الحاضر. الماضي راح، لا عاد تعديل، لا عاد نقدر نعدل فيه ولا نغير فيه صحيح. ولا نرجع منه ولا لحظة. والمستقبل غامض، المستقبل أصلا اللي بيحدده هو حاضرنا. نعم. فكتير مهم. أنا بوجه رسالة جدا، يعني رسالة جدا مهمة وقوية لكل الأخوة الحاضرين معنا، أنه اهتموا بالحاضر يا جماعة، اهتموا باللحظة الحالية، لأنه حاضرنا هو الذي يصنع مستقبلنا. صحيح. فنهتم بالحاضر ونحاول نركز فيه ونشتغل لأجله، يعني لحاله بنشوف المستقبل عم يجي مثل ما بدنا بإذن الله. الشغلة أخيرة بنصح فيها إنه دائما نراقب قوة علاقتنا مع الله عز وجل، من حيث العبادات، من حيث عمل كل ما يرضي الله عز وجل، يعني بحيث يعني أو من حيث خليني أقول أدق تفاصيل حياتي، من حيث مراقبة الله عز وجل بكل عمل أنا عم حاول إني أعمله أو أشتغله، أربطه دائما ب خليني أقول بهي القوة العظيمة الجبارة اللي هي يعني بالله عز وجل. فكل عمل أنا أحاول إني أربطه بالله عز وجل، فهذا بيعطي قيمة لهذا العمل، وبيعطيني قوة، وبيعطيني صبر، وبيعطيني جلد إني أنا فعلا ضل استمر وما أضعف. ولو ضعفت فترة برجع بقوم أقوى إن شاء الله من قبل ما أضعف. فهي نصائح هيك بشكل عام، يعني الله يقويني ويثبتني ويقويكم ويثبتكم إن شاء الله، إنه نحن اللهم نشتغل آمين. عليها ونلتزم فيها. أستاذة سلوى، والله شكرا كثير لك، يعني هذا الوقت القيم، وهذه هاي المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها. شكرا كثير لك على هذه العفو. الفقرة. العفو والله، يا أهلا وسهلا فيكم، وهيك إن شاء الله يا رب. كثير والله أنا كنت سعيدة بهذا البث، وبالفعل ما عم نحس بالوقت دائما يعني. نعم. وبعتذر لتأخري، بس عن جد أنا كنت مفكرة إنه على الساعة 10 رح نبدأ. لا، على العكس تماما، يعني هذا الأمر أجا مفيد نعم. لأن أنه كانت نعم. الفقرة متواصلة ما فيها أي انقطاع، لذلك هذا نعم. الأمر كان مفيد لأن. شكرا كثير لك إن والله شاء أستاذ الله، يا سلوى. هلا ويا أهلا وسهلا فيكم يا أهلي. سلامي للجميع وتصبحوا على خير. حياكم الله أستاذتي الكريمة. خلال الأسبوع القادم إن شاء الله أي النهار بتكوني فاضية يا ريت تعطيني خبر حتى نشوف، ناخذ خلال البثوث القادمة من الأخوة اللي موجودين معنا أو الأخوات الموجودين معنا الموضوع اللي بيحبوا إنه نحكي إن فيه إن شاء شاء الله. الله. إن إن شاء الله شاء الله. بلكي خلال أسبوع إن شاء الله ببعث لكم خبر إنه بلكي نحكي لكم عن كتاب مهم جميل. قيم يعني، وننصح فيه ونحكي لكم شوي عنه. جميل جدا. إن شاء تمام الله. أستاذ سلوى، إن شاء الله. شكرا كثير الله لك يخليك. أستاذ سلوى. ولو أنا وسهلا أهلين حياكم أهلين. الله. حياكم الله.